مين عمرو رمضان؟ فرصه تعليميه واحده تغير حياه الشخص بشكل كامل. انت لسه كنت بتقول لي اصلا ان انت لسه راجع من لندن، كنت بتاخد الماجستير بتاعك. الحمد لله. ده ايه قصه الماجستير ده؟ انت محتاج حوالي 5 مليون جنيه عشان تاخد الماجستير اللي انا خدته ده. نصيحه شاوت اوت للناس، ادعوا بالخير وبس. يعني وانت بتدعي كده ادعي بالخير وبس، ادعي ربنا سبحانه وتعالى وفقني لما فيه خير لي. قلت لك احنا كده ايه يعني، عايزين كده ورقه وقلم ونقعد نكتب المهارات. زي ما قلت لك ان انا عندي القدره على تقبل الرفض، هي ability to express ideas، ان انا عندي قدره على التعبير عن افكاري سواء عن بشكل مكتوب او بشكل كلامي بشكل كويس. النقطه الثالثه المبادره، يعني دايما النقطه الثالثه ان انا دايما عندي مبادره، فشخص دايما مبادر. انا اعرف ناس كتير جدا يعني ممكن يكون عندهم انجازات متوسطه وبيتقابلوا في منح، وناس تانية عندهم انجازات خارقه زي ما بتقول ما بيتقابلوش في منح. الريلز دي كارثه. الريلز دي التعلم من خلال الريلز ومن خلال الشورت مش فيديوز التعلم دي بس، التفرج على كتير. دي تعمل تعفن في المخ. محتاج تفصل نفسك على المنح، يعني تكون بتيلر نفسك على المنح. لو انت مش عارف او اول مره تسمع الكلام ده فدي مشكله، ده مصيبه. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات بودكاست نواه، واللي بنتكلم فيها عن كل ما هو جديد في مجال التعليم ورياده الاعمال المجتمعيه. ودايما بنضيف شخصيات مؤثره في قطاع التعليم ورواد اعمال في مجال التعليم، وبنتكلم عن موضوعات بتهم كل حد متعلق بمجال التعليم. النهارده عندنا ضيف وهيقدم لنا حلقه انا بالنسبه لي شايفها من اقوى الحلقات اللي بنعملها، لان الحلقه دي النهارده هنتكلم عن موضوع ناس كتير جدا بتسال عليه. هنتكلم عن المنح، هنتكلم عن الدراسه في الخارج، هنتكلم على ازاي المنح دي بتغير حياه الناس، وازاي ممكن الاقي منحه، وايه المعوقات اللي بتقابلني، وازاي المنحه دي ممكن تغير لي حياتي. وهنتكلم كمان عن ازاي المنح والفرص اللي هو خدها غيرت في حياته. والنهارده ضيفنا ملقب بسفير المنح، وهو مؤثر ومتخصص في مجال التعليم، وعنده قناة بيقدم من خلالها محتوى تعليمي قوي للجميع، وكمان شارك في العديد من المبادرات التعليمية في مصر وفي أفريقيا وفي الدول العربية، وكمان في أفريقيا وفي أوروبا. وهو ضيفنا النهاردة هو واحد من أكتر الشخصيات اللي بنعتبرها دليل لناس كتير جدا بتدور على مجال المنح أو الدراسة في الخارج. وبالمناسبة هو متخرج من واحدة من أكبر 10 جامعات على مستوى العالم، ومصنفة رقم 1 في مجال التعليم، وهي جامعة UCL المصنفة من أقوى الجامعات في مجال التعليم. وبالمناسبة الحلقة دي هنتكلم فيها عن مجموعة أسرار هتفرق جدا، فتابعنا لحد آخر الحلقة لأن هنتكلم في كلام مهم جدا. وضيفنا النهاردة هو عمرو رمضان. ازيك يا عمرو؟ اهلا بيك يا إيه؟ محمد. سعيد جدا بوجودي معاك، وسعيد ان احنا اخيرا اتقابلنا بعد شهرين بنحاول نتواصل وبنحضر معانا في لندن واحنا عمالين نتكلم. حصل. فالحمد لله الحمد لله. وانا بصراحه يعني مبسوط جدا ان انت معانا النهارده، لانك من الناس اللي بجد على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني شايفك من الشخصيات النشيطه اللي بتعمل كذا حاجه ما شاء الله. الصبح الاقيك في قطر، وبالليل مش عارف في لندن، وتاني يوم في مش عارف فين، ما شاء الله. وحتى عارف كمان ان انت عندك كذا بيزنس وكذا هيد بتلبسها في مجالات مختلفة. طبعا اشهرهم واللي انا عارفها هي امباور هاب. مظبوط. وامباور هاب انا عارف ان هي متخصصة جدا في تقديم خدمات لقطاع التعليم، وان انتوا بتشاركوا مع العديد من المؤسسات الدولية لتنفيذ مبادرات بتبقى متاحة للجميع. وطبعا كمان بتقدموا برامج تدريبية بتفرق جدا في حياة الطلبة، وبتساعدوا كمان الطلبة اللي عايزة تحصل على منح ان هي تقدم من خلالكم. ولكن احنا عايزين نعرف مين عمرو رمضان. بصوا انا نفسي الفتره طويله ما كنتش عارف، يعني انا حقيقه بكل امانه والله ما كنتش عارف انا بعمل ايه يعني. من ساعه ما اتخرجت من انا خريج كليه صيدله جامعه اسكندريه. اتخرجت من كليه صيدله 2018. وبعد ما اتخرجت من كليه الصيدله حاولت ان انا ازاول المهنه لعده شهور، ولكن للاسف المهنه زاولتني اكتر ما انا زاولتها، وفي حد فينا كان بيزاول التاني يعني. فما جاتش معايا الصيدله بصراحه. يعني هي طبعا مهنه عظيمه جدا، مهنه في قمه الرقي وقمه العظمه يعني، عشان الناس ما تزعلش مننا. بس هي ما جاتش معايا انا شخصيا، يعني انا ما عرفتش ازاولها. انا كنت وقفت في صيدليه فتره، ما انا مش عارف يعني، انا متكتف. انا شخص بيجري وبيروح ويسافر ويطلع ويعمل، يعني بحب، انا عندي فرط حركه شويه، عندي حركه زياده ما شاء الله باين من الستوريز بتاعتك اصلا. فبحب اتحرك كتير وبحب اسافر. لسه جاي من اوزبكستان، يعني طبعا حوالي 18 ساعه عشان اجي، فنايم بقى طول اليوم امبارح بس جيت لك اهو على طول. فاوزبكستان دي بعيده جدا يعني. قبليها كنت طبعا كنت في جده وقطر، وقبليها كنت في لندن، وبعدين طلعت منها على سويسرا. فدايما في سفر كتير قوي.
فده بقت خلاص، ده بقى المعتاد بالنسبه لي يعني. فالصيدله ما جاتش معايا عشان السبب ده، بس الصيدله بحب اتحرك جامد واروح واجي وكده، فالموضوع كان شويه صعب. ولكن برضو خليني اقول حاجه، ان برضو علشان ناس كتير بتسالني طب انت بحثت عن، لا انا ما بحثتش، هو حاجات حصلت في الحياه دخلتني في الموضوع ده. يعني انا الموضوع فعلا قدريا حصل معايا عن طريق الصدفه البحته، ان انا كنت ماشي في الشارع رايح اجيب حاجه لوالدتي يعني وكده، وحد قال لي على تدريب في مركز شباب. التدريب ده كان تدريب في مجال التنميه الدوليه والسيفيك انجيجمنت والحاجات دي وكده. فروحت حضرته عن طريق الصدفه، يعني انا ماشي في الشارع كده كنت رايح اجيب لماما حاجات تمام، فهو خدني، وللاسف ماما كانت حاطه البطاطس على النار هو عارف اللي هو يعني حرفيا يعني ما جبتش الحاجه لامي، امي كانت ساعتها زعلت مني اليوم ده، بس يعني سامحك بقى ابنك معلش حياته اتغير. يعني اليوم ده غير مسار حياتي، لان حضرت تدريب كان مع بتقدمه GIZ من خلال ناس، تعرفت على حد ده عرفني على حد تاني وهكذا يعني هم خدوا افضل 2 في التدريب ودوهم تدريب في القاهره، انا من اسكندريه بالمناسبه، فودوهم تدريب في القاهره. بعديها اتعرفت على ناس من المجلس الثقافي البريطاني، بعديها دخلت تدريب في تدريب في تدريب في تدريب، يعني طبعا القصه ممكن طويله، ممكن ناخد ساعه عشان نحكيها، بس تدريب في تدريب في تدريب في تدريب، لقيت نفسي سافرت ايطاليا، فرنسا، المانيا، اسبانيا، هولندا، بلجيكا وانا في الجامعه. بعدين سافرت امريكا لمنحه سوسي، اكيد الناس اغلبهم عارفينها، قعدت حوالي شهر ونص في امريكا. بعدين هكذا لقيت مسار حياتي اتغيرت تمام. حتى موضوع اليوتيوب ده يعني جه برضه عن طريق الصدفه، انا كنت بحضر تدريب برضه مع مؤسسه المانيه يعني وكده، وقالوا اعملوا مبادرات، فانا قلت اعمل مبادره قناه يوتيوب تشانل تمام. سنه كام ده؟ ده 2016 يعني ده ده كده هيتم السنه الجايه مارس 10 الجاي. سنين. انا اول فيديو نزلته كان 18 مارس 2016، دي اللي هي قناه سفير المنح. قناه سفير المنح بالظبط تمام. مظبوط. ف 18 مارس القادم هنكون كملنا 10 سنين على اول فيديو انزله. اول فيديو لو حد خد على القناه ودخل، اهلا بيكم في برنامج علي صوتك. انا اصلا كنت يعني ايه بعمل ايه، كنت بجيب ناس سافروا منح، يعني جبت واحده سافرت منحه سوسي اللي انا سافرتها سبحان الله بعديها بسنه، وكنت حتى لما جبتها ما كنتش اعرف ان انا هتقبل في المنحه ولا اي حاجه، بس انا مؤمن دايما ان لو في خير انت وصله للناس. حتى يعني الحاجات والله اللي انا بقدم عليها كلها بتكلم عنها، يعني اي حاجه بقدم عليها انا دايما بتكلم عنها. فالمهم انا كنت عارفها، هي كانت من عندنا من الكليه يعني وكده، فهي سافرت سنه، فقلت لها تيجي تحكي قصتك. انا اصلا ما عنديش حاجه احكيها، ما عنديش حاجه اقولها، ما عنديش اي حاجه اقولها، فانا كنت بظهر اول دقيقه في الفيديو بس اقول اهلا بيكم في برنامج علي صوتك كذا كذا كذا، ومعانا شخصيه مميزه كذا. وعشان انا حتى مش عارف اعمل حوار، ما عنديش القدره ان انا اعمل حوار، فكنت بطلع اول دقيقه واسيبهم هم يتكلموا ال5 دقايق، وعملت 6 فيديوهات على هذا النسق يعني وكده. فده كان اول فيديو على القناه، كان عن منحه سوسي، وسبحان الله الفيديو ده نزل، وبعديها بكام شهر انا اتقبلت في المنحه. يعني انا كنت مقدم في المنحه واتقبلت في المنحه وسافرت. بعديها بدا بيبقى عندي بقى محتوى، يعني بدا لما رحت امريكا ودرست في جامعه من افضل جامعات في العالم هناك، ورحت عملت زي ستادي فيزيت كده في الامم المتحده في نيويورك، ورحت واشنطن دي سي، عملت حاجات. كان عندي 20 سنه اوكي من 10 سنين يعني. فساعتها بدا يبقى عندي شويه معلومات او حاجات. سبحان الله انا رحت امريكا وعندي 20 سنه وكملت 30 سنه في لندن فيعني جاب كده علامات جاب عالميه. عارف اللي هو العلامات الساينز بالحاجات دي يعني. فبعديها بدا يبقى عندي محتوى، وبعديها بدات بقى ابدا قناه اليوتيوب يعني وكده. بجانب لما قناه اليوتيوب بدات ان هي تنمو وهكذا، ان هي تبدا ان هي يكون في محتوى وكده، كان عندي مبادره ساعتها. المبادره دي مع قناه اليوتيوب تمحوروا لامباور هاب، يعني حصل عارف كده ايه تطور طبيعي لحاجه الساعه. كان سنه كام بقى فكره امباور هاب جات لك؟ هو طبعا كان عندي مبادره من 2015 تمام، كانت مبادره خاصه باهداف التنميه المستدامه. بعدين 2019 بدات امباور هاب. 2015 كنت بتتكلم عن التنميه المستدامه اللي احنا بنبدا دلوقتي نتكلم عنها. بالظبط، انا كنت من اوائل الناس اللي عملوا مشروع ليا خاص باهداف التنميه المستدامه في 2015. من اول ما الاجنده طلعت انا كنت متابع جدا للاجنده. لما طلعت في سبتمبر 2015 كنت من الناس القليله جدا يعني اللي كنت بتكلم عن الموضوع من زمان. برضو ده فكره التايمنج، يعني دايما يعني مثلا الناس تتكلم على الدحيح مثلا كنجاح، هو بدا في يوتيوب. احمد ابو زيد مثلا هو عمل حاجه ناس كتير ما كانتش واخده بالها، يعني احمد ابو زيد جزء كبير جدا من نجاحه هو حتى بيقول كده التايمنج. جزء كبير جدا من نجاح احمد ابو زيد التايمنج. هو لما عمل محتوى عن اللغه الانجليزيه ما كانش في محتوى عن اليوتيوب عن اللغه الانجليزيه، صح؟ يعني ما كانش في حد بيشرح المضارع البسيط اللي هو ما كانش حد بيشرحه على بالطريقه دي. النهارده مئات الالاف، فهو خد هو الفيرست انيشيتيفز ان هو يبدا يتكلم عن حاجه زي كده. بس برضو خليني اقول حاجه بقى مهمه جدا، هو برضو ايه اللي خلى واحد عنده، انا في 2015 كان عندي 20 سنه تمام،
انا مواليد 1995. ما شاء الله. ف 2015 كان عندي 20 سنه. فايه اللي خلى حد يكون فاهم عن اهداف التنميه المستدامه واتفاقيه باريس وعنده 20 سنه في الوقت ده؟ هي ان انا خدت منحه وانا عندي 13 سنه. ودي برضو ميزه. انا مدارس حكوميه عاديه بالمناسبه، يعني ابتدائي واعدادي وثانوي حكومه عادي، مس ميرفت والشاكيت وثانك يو فيري ماتش وبص يعني كل حاجه كده عاديه خالص يعني. ولكن ربنا سبحانه وتعالى من عليا بكرمه برضو، زي ما اقول لك ان في حاجات كده، عارف الباترفلاي ايفكت او تاثير الفراشه. النظريه دي مهمه جدا، ان ممكن جناح فراشه في امريكا يعمل اعصار في الصين او العكس يعني. طبعا الناس بتقول ازاي، هو فكره الدومينو افكت، ان هو اللي هي عملت هزه هوا كده، الهوا ده بيبدا يكبر 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 على المسافات الطويله، بيحصل كده زي المشهد. ممكن برضو الدومينو افكت، يعني دومينو صغيره جدا لما تبدا بتوقع دومينو كبيره، وهكذا ممكن توقع دومينو كبيره قوي اللي هي حجم كبير، لان هي الصغيره دي وقعت وهكذا يعني. فهو ده الاثر الفراشه يعني، او اللي احنا كنا بنتكلم عليه. فالاشياء اللي احنا كنا بنتكلم في نقطه ايه، كنا بنتكلم على امباور هاب. جات لك الفكره فامباور برضو امباور هاب، او انا كنت بتكلم ليها مثلا. انا في 2013 خدت 2009 انا خدت المنحه دي وانا عندي 13 سنه، اللي هي منحه اسمها اكسس. كنت اكسس 3 ما شاء الله يعني. اعتقد في وصلوا لحد اكسس 15 دلوقتي، للاسف وقفوها مع وقف الحاجات بتاعت اليو اس اي والحاجات دي وكده. فالمنحه دي بصراحه غيرت حياتي. المنحه دي انا خدتها وانا عندي 13 سنه، وانا في اولى، لما خلصت اولى اعدادي وانا في ثانيه اعدادي كده، اضيف فيها ثانيه اعدادي وثالثه اعدادي ولحد اولى ثانوي يعني. كانت سنتين وشويه يعني. فالمنحه دي بصراحه غيرت حياتي تماما، لحد مدرسه حكوميه تفكيره يعني طبقا للكواليتي بتاعت المدارس الحكوميه، لحد المدرسين كلهم بتوع امريكان، كانوا ساعتها كمان مدرسين امريكان قبل 2011. وناس كان مدرس مستر جارد ربنا يحفظه كان خريج هارفارد، فكان يعني حد جميل جدا جدا. هو بقى حب مصر وعاش، وبعد كده عمل حاجات هنا وكمل يعني. مدرسين تانيين بصراحة كانوا متميزين جدا وشاطرين قوي. فطبعا ده عمل تغيير كبير جدا. عشان كده ممكن منحة أو فرصة تعليمية واحدة تغير حياة الشخص بشكل كامل. في مقولة بتقولك intelligence is distributed equally but opportunities are not. ربنا سبحانه وتعالى وزع الذكاء ووزع النباهة على الناس من كل الأعراق والأديان والأجناس وكل حاجة، ولكن الفرص مش متوزعة بالتساوي. عشان كده الشغل اللي طبعا بتعملوه في ايديفيجن، احنا بنعمله في امباور هاب والمؤسسات التانية، ده شغل مهم قوي قوي قوي، لان الفجوه كبيره جدا ما بين الفرص وما بين الامكانيات. في ناس كتير قوي عندها امكانيات وناس شاطره، وحتى الناس اللي بتتفرج علينا، يعني الناس بتتفرج علينا دي اغلبهم طبعا ناس شاطره ومجتهده بس الفكره في الفرص ازاي ان هي تكون، ان هم ازاي يحصل ممكن فرصه واحده تغير حياتهم. فان شاء الله يعني في خلال البودكاست ده نكون بنحاول نساعدهم ازاي يعرفوا على فرص تغير حياتهم او تساعدهم او تنقل حياتهم لحاجه كبيره. ان انا قلت لك فرصه بس وانا صغير غيرت دماغي، خلتني وانا عندي 20 سنه اكون متابع الهدف. فلما عملت الشركه مع اليوتيوب في 2019 اللي هو كان عندي ساعتها 24 سنه، كنت انا اتخرجت 2018، بعديها بسنه على طول اسست امباور هاب. برضو احنا بنتكلم عن الانتربرينور شيب وكده، هو ده برضو اللي حصل. ان انا عشان سوسي كل ده اللي خلى واحد ياسس. ما هو الانتربرينور ده مش حاجه سهله، صح؟ عشان تلاقي شاب يقدر ياسس ده لازم بالظبط. الموضوع عامل زي قطر الموت اصلا. واحنا كمان بنشوف اغلب الانتربرينورز اي يو سي وجي يو سي وبي يو اي. فعلى هم ليه؟ طيب عشان هم بيتلقوا نوع معين من التعليم ونوع معين من المهارات بتدفعهم ان هم يكونوا عندهم قدره من الاستقلاليه وقدره من القوه على التحمل، بيسموه ريزيلينس. تمام؟ ان هم يقدروا يبقى عندهم شركه وموظفين ومرتبات، دي مش حاجه سهله خصوصا لما يكون سنك صغير. بالظبط. فانا طبعا ما دخلتش اي يو سي ولا جي يو سي ولا بي اي، بس سوسي وما شابهها وغيرها وكده ادوني نفس القدر من الريزيلينس ده، ونفس القدر من المنتاليتي، ونفس القدر من القدره على الليدرشيب واداره الناس، وطبعا الستودنت اكتيفيتيز الانشطه الطلابيه وهكذا. بس فدي القصه بدات من كده، وبدات امباور هاب بقى امباور هاب بقى بدا الحمد لله يعني يجي فرص كتير وحاجات كتير ومشاريع كتير مختلفه مع مؤسسات دوليه وعالميه. وبدا ان انا اشتغل ككونسلتنت انا نفسي وادفايزر وبابليك سبيكر حاليا مع مؤسسات كتير، فده مصدر دخل يعني وكده. لكن السوشيال ميديا ما فيش اي مصدر دخل منها. فاهم؟ بتعتمد اكتر ان انت بتعمل محتوى تفيد الناس، ودايما بشوفك بتقول للناس كمان حتى على الفرص وان الناس تقدم عليه. عندي سؤال. انت لسه كنت بتقول لي اصلا ان انت لسه راجع من لندن، كنت بتاخد الماجستير بتاعك. الحمد لله. ده ايه قصه الماجستير ده؟ والله قصه الماجستير دي طويله، لان ده انا بقالي عده سنين بقدم على الماجستير. انا يعني من بعد كورونا كده وانا بدات ادرك، لما كنت انا طبعا يعني امباور هاب حاجه عظيمه وكل حاجه، بس انا كان هدفي ان انا عايز اشتغل في مؤسسات دوليه.
يعني عايز اشتغل في مؤسسات زي الورلد بانك، الاي ام اف، المؤسسه الامم المتحده وهكذا، اليونسكو وهكذا يعني وكده. لان برضو يعني امباور هاب بتعمل اثر مجتمعي اكتر ما بتعمل ربحيه بشكل اساسي يعني وكده. فساعتها كمان برضو احنا كنا لسه حجمنا كان اصغر من كده، فكان عندي طموح ان انا اشتغل في المؤسسات دي. فكنت اخش على الموقع عايز اقدم على وظيفه، الاقي شرط اساسي كده مكتوب بالبونت العريض حصل على ماجستير، لازم ماجستير. طيب اخش بقى ادور على لينكد ان على الناس اللي معهم اللي هم بيشتغلوا في الوظيفه دي، اشوف واخدين الماجستير منين. كلهم واخدينهم من توب 10 او توب 20 يونيفرسيتي، كلهم هارفارد، ستانفورد، يو سي ال، امبيريال كوليدج، ادنبرا، اوكسفورد، كامبريدج، الجامعات دي كلها. اوكي. فبدات اقول لنفسي ايه ده مفيش كل الناس اللي بخش اشوفهم انا كمان مش هم كاتبين ماجستير، بس طبعا مش كاتبين ماجستير ايه، بس كاتبين ماجستير. تمام. واخش على لينكد ان اقعد ادور كده، الناس البروفايل بتاع الناس دي كلهم معاهم ماجستير من جامعات عالميه. طيب اخش على الجامعات دي واشوف ثمن الماجستير، الاقي يعني انا الماجستير بتاعي بحوالي من 30,000 ولا 31,000 جنيه استرليني، يعني حوالي 45,000 50,000 دولار، يعني حوالي 2 مليون 2.5 مليون جنيه. ده غير كمان مصاريف دراستك، ده انت محتاج زيهم بالظبط عشان تعيش في لندن. انت محتاج حوالي 5 مليون جنيه عشان تاخد الماجستير اللي انا خدته ده. صح. طبعا ده بالنسبه لي كان شيء مرعب، اللي هو يعني انا اجيب المبلغ ده كله منين؟ يعني مبلغ كبير قوي، يعني بالزبط. 5 مليون جنيه عشان تاخد ماجستير من جامعه مرموقه. وساعات كمان ما بيقبلوش اي طلبه، ده قصه تانية. ممكن معاك الفلوس، ده انت معاك الفلوس وما يقبلكش طبعا. بالظبط. ده كمان ده يعني الماجستير ده تعتبر كده هارفارد اغلى بكتير. طبعا الجامعات في امريكا اغلى كمان. انت محتاج يعني مبالغ رهيبه يعني. اعتقد ممكن توصل ل 60 او 70 الف دولار في هارفارد. ده الماجستير لوحده غير العيشه ان هو كمان بيكون سنتين. يعني ارقام مرعبه يعني. فقلت لنفسي طب اعمل ايه بقى؟ انا ما قداميش حل غير البدح. طيب انا قلت طيب الجامعات دي اغلبها كمان في امريكا وبريطانيا، وفي جامعات منها في السويد والمانيا، بس يعني اغلبها في امريكا وبريطانيا. امريكا انا كان شويه يعني حاسس الموضوع ماجستير سنتين، الجامعات شويه متطلباتها، فيعني كنت شايف تمام هقدم، بس انا منفتح اكتر على بريطانيا لان انا مهتم جدا بنظام التعليم البريطاني، شايفه برستيجيوس جدا، عتيق قديم. يعني اوكسفورد وكامبريدج جامعات قديمه جدا، وجامعات طبعا في بريطانيا جامعات عندهم يعني تاريخ كده عريق، وانا التقاليد البريطانيه دايما بشوفها يعني حاجه كبيره جدا في التعليم وكده. فبدات ان انا افكر طيب ايه المنح اللي موجوده. حد قال لي طبعا ساعتها، وانا كنت عارف يعني ان اشهر منحه تشيفينينج، بس انا عارف ان هي صعبه جدا يعني جدا. قدمت اول مره وطبعا خدت رفض. قدمت في 2020 اللي هو يعني هي بتفتح من اغسطس لنوفمبر، دلوقتي بقى بتفتح من اغسطس لاكتوبر، بس يعني زمان كانت بتفتح من اغسطس لنوفمبر، دايما من 5 اغسطس ل 5 نوفمبر او من 7 اغسطس ل 7 نوفمبر في الفتره دي يعني وكده. فانا في 2020 بعد كورونا قدمت، وبيردوا عليك في فبراير السنه اللي بعد، يعني السنه اللي بعدين. فجالي في فبراير 2021 جالي رفض. اوكي. طبعا يعني كنت زعلان ومتضايق وكده، بس اشتغلت على نفسي. جيت السنه اللي بعديها سبتمبر 2021 او نوفمبر 2021 يعني قدمت جالي برضو في فبراير 2022 رفض تاني برضو. فاهم قصدي؟ جيت بصراحه قلت لنفسي خلاص بقى هم رفضوني مرتين، انا مش هقدم تاني خلاص. يعني انا كده يعني مش هقدم. وانا كمان كنت في 2022 كنت في اللجنه الشبابيه الرئاسيه للشباب الكوب 27. اوكي. فبصراحه كان واخده مني وقت كبير جدا ومجهود وكده، وساعتها برضو كنت اشتركت في كذا حاجه وعملت كذا نشاط وكده. فقلت مش هقدم السنه دي، وما قدمتش فعلا في اللي هي كانت في اللي فاتحه من اغسطس لنوفمبر 2022. ما قدمتش. بعديها صديق عزيز ليا قدم، واحنا كنا كل سنه بنقدم مع بعض، هو برضو كان بيترفض زي يعني. انتوا زي ما الموضوع صعب. الموضوع صعب. يعني الموضوع بزال الشيفنينج دي صعبه جدا. انا قدمت فيها مرتين وما اتقبلتش. الموضوع اقل من 1%. يعني انت بتتكلم يعني بياخدوا عدد قليل اصلا على مستوى العالم. بياخدوا 1000 من 109,000 قدموا يعني. أيوة. فانت داخل يعني مع منافسه شرسه، مش الكوكب حرفيا. فالمهم هو قدم وانا كملت بقى. بس انا بصراحه كملت اهتميت بكوب 27 قوي، ركزت مع رئاسه المؤتمر. احنا كنا مصر كانت مستضيفه المؤتمر في شرم الشيخ ساعتها. صندوق النقد الدولي اختارني في زماله شبابيه ليهم، ولقيت نفسي وصورتي على موقع صندوق النقد الدولي ساعتها. تيد اوفيشال مش تيدكس، تيد ذات نفسها. دعوني ان انا اكون بقول كلمه في قطر، حضرتها الشيخه موزة،
والشيخ هند وناس كتير من برضو عائلات ملكيه تانية ورؤساء وحاجات كده، شركات كبار قوي وكده. الكلام ده كان في فبراير 2023. وخلاص كنت مهتم، بس هو قدم. سبحان الله، يعني هي انت تحس ان الحاجه بتجيلك في الوقت المناسب. هو صاحبي ده قدم تمام واتقبل سبحان الله، سافر هو في سبتمبر 2024. ما شاء الله. وهو بصراحه شجعني جدا ان انا اقدم. وساعتها هو نصحني بصراحه نصيحه غاليه جدا. انا كنت بصراحه برضو كنت بعك جدا في السنتين اللي فاتوا، وعسى ان تكرهوا شيئا وخيرا لكم. سبحان الله، كنت بقدم على جامعات يعني مش من اعلى جامعات قوي. ما كنت يعني شويه، كنت اختياراتي في الجامعات كانت اختيارات مش صح، مش مظبوطه. تصوراتي ما كانتش بتاع. هو اتقبل في جامعه ما شاء الله، جامعه مرموقه جدا يعني، من افضل 30 جامعه على مستوى العالم. بس هو كمان نصحني نصيحه، هو صديقي احمد سعد، فشاوت اوت لاحمد سعد. شكرا يا احمد. فهو نصحني نصيحه، قال لي بص يا عمرو، انت الجامعات اللي هي زي اوكسفورد وكامبريدج ويو سي ال وامبريال دول افضل 4 جامعات في انجلترا. اوكسفورد رقم 3، كامبريدج رقم 5، امبريال رقم 2 دلوقتي، ويو سي ال رقم 9. فقال لي اوعى تخاف انك تقدم فيهم، اوعى تخاف انك تقدم فيهم. هو معاه ماجستير في التعليم، وقال لي صدقني في ناس كتير اعرفها ممكن مهاراتهم اقل منك كتير وقدموا واتقبلوا. قلت له يعني انا ممكن يقبلوني في يو سي ال او دي توب 10 يونيفرسيتي؟ قال لي عمرو قدم وما تخافش. قلت له بس يا احمد التقديم صعب، وكمان انت الجامعات دي بتطلب منك ابلكيشن فيز، بتدفع 100 باوند تقريبا، يعني حوالي 7000 جنيه عشان بس تقدم. ده 7000 جنيه ده عشان تسبميت ابلكيشن. وكده كده ايلتس بتاعهم بيطلبوا مينيمم 7.5. انا طبعا كنت جايب 8 وشويه يعني تمام، فالحمد لله. بس قصدي يعني معايير صعبه جدا. فقال لي قدم وما تخافش. وسبحان الله يعني قدمت، جالي كونديشنال اوفر من اوكسفورد ما شاء الله، وجالي اترفضت في كامبريدج، جالي قبول من اوكسفورد، وامبيريال ما كانش فيها برنامج خاص بالتعليم. فجالي ريجكشن من كامبريدج، اتقبلت في اوكسفورد واتقبلت في يو سي ال. وساعتها كان صراع رهيب جدا يعني ما بين ان انا اروح اوكسفورد ولا اروح يو سي ال. بس انا اخترت يو سي ال لسببين. اول سبب ان هي رقم 1 في مجال التعليم، هي رقم يعني اوكسفورد طبعا رقم 3، يو سي ال رقم 9، وطبعا اوكسفورد از اوكسفورد، بس هي رقم 1 في مجال التعليم. بقى لهم 14 سنه هم رقم 1 في مجال التعليم. اوكي. حاجه اسمها الاي او اي او الانستيتيوت اوف اديوكيشن، ليه اسم تاني اسمه فاكولتي اوف اديوكيشن اند براكتس، فاكولتي اوف اديوكيشن سوسايتي. ده مصنف رقم 1 على مستوى العالم، بقى لهم 14 سنه في مجال التعليم، في مجال الاديوكيشن. هم كمان برضو رقم 1 في مجال العماره، دول مجالين ورقم متخصصين 2 في فيهم. مجال الطب، في مجال الميديسن رقم 2. الفيزيولوجي اند اناتومي رقم 2 هم فيه. ممتاز. ورقم يعني 5 في يعني في بعض المجالات، يعني هم من توب 10 في مجالات كتير قوي، يعني في الانجينير مش عارف، في الحاجات السبيس روكيت ساينس، في حاجات كتير يعني رقم كده. بس المعهد ده رقم 1 في مجال التعليم، او اللي هي كليه التعليم هناك، كليه التربيه والتعليم هناك في مجال رقم 1، لان هم ما شاء الله يعني هم مسؤولين عن البوليسيز بتاعه لندن او بتاعه المملكه المتحده. دكاتره عندنا اشتغلوا في يعني كان في منهم ناس كانوا مسكوا اللجان التعليميه ولجان السياسه التعليميه في بريطانيا وفي اوروبا وفي حاجات كتير قوي يعني. وكمان انا الدكاتره هناك عندهم خبره عمليه اكتر من خبره نظريه كمان، يعني مش بس نظريين ولكن عمليين. والعيشه في لندن بصراحه كانت بالنسبه لي مهمه قوي يعني، لان هم بيوصلوك بمؤسسات بتتدرب على كل حاجه، يعني كل حاجه بيكون ليها براكتيكاليتي اكتر من اوكسفورد، شويه ثيوريتيكال شويه او نظريه شويه يعني انت. ولكن طبعا اوكسفورد از اوكسفورد يعني. فطبعا كان خيار صعب قوي. وسبحان الله كمان كان في خيار اصعب في السنه دي، ان انا اتقبلت في المنحه السويديه. في السنه دي اصلا انا اتقبلت في 7 منح، ما شاء 7 الله. منح ماجستير. انت مقدم عليهم اصلا بقالك فتره؟ كنت مقدم عليهم، وقبل كده ما كنتش بتقبل خالص يعني. سبحان الله، الرزق كله هي جه مرة دايما واحدة. المصائب لا تاتي فرادى، والنجاحات برضه بتيجي ورا بعض يعني. بس هي سبحان الله جت في الوقت المناسب، يعني هي جت في الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى كاتبه. وبرضه يعني انا قلت لك انا كنت بختار جامعات غلط، فبرضه ربنا سبحانه وتعالى كأنه حماني، زي ما انت كنت بتقول لي يعني ربنا سبحانه وتعالى كأنه حماني. المنح التانية يعني رفضتها، كان في 5 منح رفضتهم بسهوله يعني شويه، وكان يسهل ان انا ارفضهم. بس كانت المنحه السويديه بصراحه برضو كانت منحه عظيمه جدا. اتقبلت في جامعه KTH، وهي جامعه بصراحه يعني عظيمه جدا وجامعه متميزه. اتقبلت في برنامج رياده الاعمال هناك، اللي حاجه اسمها تكنولوجي بيز انتربرينور شيب بروجرام. هو بصراحه برنامج عظيم، انصح الناس تقدم فيه. ممتاز. انا طبعا المنحه السويديه بترد عليك في نص ابريل، تشيفنينج بيرد عليك في اخر 6 او اول 7، فطبعا كنت لازم اقبل المنحه السويديه، ومشيت في الاجراءات عشان هي كانت الاول.
واللي مضمونه دلوقتي. والمضمونه طبعا بالظبط، واللي انت لسه مضمونه. مش عارف اصلا تشيفنينج دي. وانا اصلا مش عارف اخد الفيزا بتاعت بريطانيا ولا لا، لان في حد فينا اترفض في الفيزا بتاعت السويد، فانا كنت خايف يحصل ده معايا، بس الحمد لله خدت الفيزا ورحت سافرت السويد. وبعدين جات لي الفيزا بتاعت بريطانيا كانت متعلقه وكان في مشكله يعني فاهم. فانا يعني حتى سافرت السويد كنت لسه ما خدتش الفيزا بتاعت بريطانيا. اوكي. يعني الموضوع كان طويل. بعديها طبعا حولت بقى ورحت سبت دي ورحت دي، وكانت دربكه كبيره يعني. سبحان الله كنت بدعي الدعاء ده برضه، يعني برضه ناس نصيحه للناس، نصيحه شاوت اوت للناس، ادعوا بالخير وبس. يعني وانت بتدعي كده ادعي بالخير وبس، ادعي ربنا سبحانه وتعالى وفقني لما فيه خير لي. تمام. الله تاني قول الدعاء كده. والله يعني بجد اقول لك، يعني انا عارف الناس ممكن شويه اللهم وفقني لما فيه الخير بس واسكت. تمام. ما تدعيش دعوه، لان انا دعيت ان انا يجي لي الاثنين وانا هتصرف، كانت حاجه مؤلمه جدا وصعبه على فكره، كانت حاجه صعبه جدا جدا. يعني اتحطيت في اختيار صعب. كنت مشيت في اجراءات كتير قوي المنحه السويديه والاقامه والورق وثراء، ودفعت شهرين ايجار وحجزت بتاع وجبت حاجات واشتريت حاجات في السويد. وبعدين جت ده والفيزا كانت دي متعطله والباسبور هنا والباسبور هنا والورق، كانت دربكه جدا وكنت في حاله صعبه جدا يعني. مش ناس تقول مشاكل عالم اول ومش عارف ايه، انا عارف ناس تكتب لنا في التعليقات، بس صدقوني مشاكل عالم الاول صعبه، كل واحد عنده مشاكل يعني فاهم، بس كانت مشكله صعبه يعني. كنت مش عارف انقل من هنا ولا لا، ومعاد طيارات هنا، بس هو في السويد بيبداوا قبلها بشهر قبلها. فرحت هنا ورجعت يا دوب غسلت هدومي ورحت البتاع التانية، ما كنتش مجهز لبريطانيا حاجات كتير، فخدت سكن ما كانش كده، ما عرفش اغيره بعد مش كده. مرتبه اصلا. وبرضه يعني واصلا المنحه دي بالذات من المنح الصعبه جدا جدا جدا، ومفيش حد بيضيعها يعني برضه خلي بالك تشيفنينج. انا يعني بالمناسبه في 2015 او 2014 كان لسه كانت المنحه، كان السفاره البريطانيه كانش حد يعرف عنها قوي يعني. انا فاكر الموضوع ده كانوا طالبين مني لان انا كنت بشتغل في انشطه طلابيه، وكانوا عايزين ان انا ابقى معاهم نعمل انفو سيشن جوه الجامعات. ايوه. فساعتها قلت لهم ايه، يعني انا كنت بقى فاكر ان انا لما هبقى معاهم في الحاجات دي ان انا يبقى ليا اولويه يعني. ما انا ندخلكم جامعه كذا وجامعه كذا، الكلام ده مره اولى اصلا. فاحد الاشخاص كده قال لي بقى قدم وبتاع يبقى ليك اولويه. فرحت قدمت مرتين. والمرتين ما اتقبلتش فيهم. وجيت بقى بصراحه ساعتها طبعا لسه بقى متخرج، وبرضه كان بالنسبه لي شايف ان الموضوع صعب جدا، عايز بقى ساعتها شهاده ايلتس، وكانوا مهتمين جدا بان انت ليك سوشيال اكتيفيتي، فانا كان ليا سوشيال اكتيفيتي قويه جدا، ولازم ان انا اكون ليا شغل اوفيشال. فالموضوع فعشان كده انا متهيألي صعب. لا هي مالهاش اي علاقه بان هم يعرفوك او لا، لان نقطه مهمه جدا. انا بقول لك انا كنت فاكر بقى هو الموضوع كله معتمد على 4 اسئله المقالين انت بتكتبهم، وهم بيروحوا بريطانيا. يعني هم بيحصل ايه، الناس كلها بتقدم اونلاين تمام، واهم حاجه ال4 اسئله المقاليه، اهم حاجه ال4 اسئله المقاليه. هم بيعملوا حاجه اسمها ريدنج كوميتي، لجنه قرايه. لجنه القرايه دي بتقرا ال 100,000 ابلكيشن، فاهم قصدي، وبيشورت ليست من 100,000 ابلكيشن دوت مثلا 4000 ابلكيشن ولا حاجه، اللي هم بيوصلوهم للانترفيوهات. في الانترفيوهات بقى ممكن ساعتها بقى السفاره تبقى يعني عندها علم بيك، بس هو قبل كده ما بيبقوش عارفينك يعني ولا اي حاجه. انا بقى بقول لك كنت لسه بقى فاكر ان ايه، ما انا اللي بساعدكم. انا طبعا بساعد بشكل غير رسمي معاهم، بس كنت فاكر بقى فاهم يعني لا. بس الموضوع قالوا لي لا. وبعدين كان كمان حتى في بعض الناس اللي عامله جروبات للتاهيل للمنحه دي. فالموضوع انا فاهم، انا بقول ان انت اكيد كنت في حيره ما بين منحه العالم كله بيتنافس عليها واللي بيتقبل فيها قليل وفي عدد قليل، وفي نفس الوقت ان انت في منحه اصلا اللي جايه لك بتاعت السويد. فانا عارف والمنحه في السعوديه منحه تنافسيه عاليه جدا يعني، برضو التنافس عليها بقى شديد جدا، وكانوا واخدين 9 ولا 10 مصر. احنا مثلا في تشيفني مش فاكر كنا حاجه و30، السعوديه بياخد 9 او 10 يعني. احنا كنا 10 في واحد ما جاتوش الفيزا للاسف، فكنا 9. فبرضه منحه تنافسيه جدا، منحه شديده التنافسيه، منحه يعني عليها طلب كبير جدا. الجامعات في السويد برضه الجامعه فيها كانت من افضل 100 جامعه في العالم، فستيل برضه من افضل 100 جامعه، وجامعه عريقه جدا. الجامعه KTH الرويال انستيتيوت اوف تكنولوجي، حاجه كده زي MIT عندهم يعني في السويد. فخرجت شركات عظيمه يونيكورن كتير يعني في السويد وكده. فبرضه هي حاجه متميزه جدا. وانا والله يعني كان نفسي ندرس هناك، بس ساعات بيبقى قدامك خيارات يعني لازم تسيب حاجه، you have to say no to something يعني. بالظبط. عشان كده كنت بدأ ان انت لما تدعي ادعي لما فيه الخير لك، وقدم على حاجات كتير يعني. وقدم على حاجات دي نصيحه مهمه جدا. ما تحصرش نفسك في حاجه، قدم على كذا منحه، لان في ما تعرفش ممكن يجي لك الخير منين اصلا. ما تعرفش انت، لا تدري ابدا. وبعدين برضو نقطه مهمه جدا، ان كل حاجه بتيجي في الوقت المناسب، وكل حاجه بتيجي يعني. الدكتور احمد خالد توفيق كان بيقول ايه، النجاح مكتوب لاصحاب الانفس الطويله. حقيقي يعني في انا بعد الناس ما بتقدرش تستحمل الرفض،
يعني القدره على تحمل الرفض دي مش حاجه سهله على فكره خالص. ودي حاجه محتاج انك تبني مرونه كبيره جدا ليها. ممكن في اخر الحلقه كده نقول حاجات كده بينج بونج نصايح بالظبط. نختم بيها الحلقه يعني وكده. بس واحده من الحاجات اللي هنأكد عليها انك يكون عندك قدره على تحمل الرفض. يعني واحده من الحاجات اللي انا شايفها مميزه جدا في حياتي ان انا عندي قدره على التحمل ان حد يقول لي لا، سواء ان انا اروح مثلا ريتش الكلاينت ويقول لي لا، ان انا ريتش البارتنر ويقول لي لا، ان انا ريتش حتى لحد عايز اتعرف عليك كصديق ويقول لي لا. يعني عندي فرصه ان انا ابعت اد لحد ويرفضه يعني يكنسله، او ابعت حد كونكشن لحد على لينكد ان ويكنسلها، ان انا اقدم على برنامج. يعني انا كميه حاجات اللي رفضت فيها رهيبه. انا يعني مش عايز اقول لك اكتر من 90% من الحاجات اللي بقدم عليها بترفض فيها. اكيد. والناس انا مش عايز اقول اكتر من 95% عشان بس يعني اكتر من 90 80 يعني يا عم نقول خلينا نقول 80%. انا مش حاسب قوي يعني، بس متاكد 100% ان هم اكتر من 80% من الحاجات اللي بقدم عليها بترفض فيها. دي حقيقه. فانك تيجي لك كل شويه ريجكشنز دي وتتقبل ده وتقدم تاني، دي مش حاجه سهله. موضوع مش سهل. عايز احكي لك على حاجه كده بالمناسبه. لما جينا نحدد حلقات للموسم الثاني، فكنت قبل ما اتواصل معاك كنت قاعد مع عبده سامي حبيبي لو بيسمعنا يعني، حد غالي جدا جدا على قلبي يعني. عبده من الناس الجميله جدا، وهو كان معانا ضيف هنا كان بيكلمنا عن الدراسه في الخارج، ما كانش بيتكلم غير عن الدراسه في الخارج وهو مركز في الحته دي. فقلت له بص انا عندي اختيارات كتير، فقال لي من غير ما تفكر عمرو رمضان. ده حقيقه حصل. عبده شخصيه ملهمه. عبده على فكره كان حد يعني هو يعتبر من الجاد فاذرز مجال المنح، لان هم بداوا مرجع في 2015 يعني بداوا حاجه اسمها بسطها لك وبعدين اتحولت لمرجع وكده، وهو راح سوسي في السنه اللي قبليه حصل. وهو برضو من ساعه ما رجع هو كان عمال يتكلم وبيحاول ينصح الناس دايما وبيحاول ينشر. بالظبط. وهو بقى مركز دلوقتي في جزئيه تانية. وبعديها جبالي. طبعا جبالي كنا بنتكلم في موضوع معين، قلت له بقول لك يا جبالي انا بصراحه كنت يعني حاطط له اوبشن، فبقول له اكس وواي وزد وعمرو. انت صديقي واخويا، بس بحاول برضه افهم الحته اللي عمرو قالها في اول الحلقه، مش عارف عمرو متخصص في ايه. أيوة. فقال لي ما تفكرش عمرو. فواضح ان انت ما شاء الله عامل لنفسك بوزيشنج في الكلام ده، وفي نفس الوقت كمان انت متخصص في ده. عندي سؤال، لان ناس كتير جدا فاكره ان المنح دي بتيجي لناس خارقين. ايوه. فايه نصايحك لواحد لسه في الجامعه او لسه متخرج وبيدور على منحه؟ اولا يعني فكره خارقين دي انا مش عارف مين جابها منين. انا مثلا حد تقديره ما كانش كبير خالص يعني. انا اتخرجت بجيد جدا على الحركرك، يعني اقل من جيد جدا بحاجه صغيره، بس انا بقول جيد جدا عشان هو 0.5% يعني. فماشيها يعني جيد جدا. بس فمثلا تقديري ما كانش قوي برضو يعني. ما كنتش مخترع مثلا، ما اخترعتش حاجه، ما عنديش اوراق بحثيه مثلا، يعني مش عامل ريسيرش بيبر مثلا، ولا مخترع حاجه، ولا واخد جايزه يعني عالميه ساعتها لما كنت بقدم. فانا حد كنت بعمل شويه ستودنت اكتيفيتيز يعني. بس الفكره كلها هو ان انت تكون قادر تصيغ قصتك بشكل كويس، فاهم؟ دي برضو نقطه. في حاجه اسمها مهاره، زي ما قلت لك احنا كده ايه يعني، عايزين كده ورقه وقلم ونقعد نكتب المهارات. زي ما قلت لك ان انا عندي القدره على تقبل الرفض، تمام، دي انا شاطر فيها جدا. انا يعني جسمي معلم. اوريك كده في عارف ايه ده احمد حلمي في جاكيتات مقطعه. اخش اجيب لك الجاكيتات اخش اجيب لك الجاكيتات المقطعه، فاهم أيوة. قصدي ايه؟ فاخش اجيب لك الجاكيتات المقطعه من كتر الرفض. الحاجه الثانيه اللي انا قوي فيها جدا هي ability to express ideas، ان انا عندي قدره على التعبير عن افكاري سواء بشكل مكتوب او بشكل كلامي بشكل كويس. اتعلمتها ازاي؟ تمام. اتعلمتها بصراحه من الشيخ بتاعي من وانا صغير جدا. كان بيحاول يدينا دروس في الخطابه ودروس في اللي هو علم الكلام. الكتاب بتاع الخطابه العامه بتاع ديل كارنيجي قريته زمان خالص، وكنت بحضر حاجات للدكتور بقى ابراهيم في زمان بقى طبعا يعني وكده، حاجات خاصه بالتحدث والمهاره وكده. وكان الشيخ بتاعي زمان وانا صغير كان بيحاول يخلينا نتدرب على شعر والقاء والاذاعه المدرسيه. اشتغلت في اذاعه اسكندريه، انا من اسكندريه، فكنت بشتغل زي حاجه اسمها طفل محاور في برنامج اسمه لقاء الاصدقاء، وبرنامج اسمه عيون المستقبل مع الدكتور استاذ عاطف السيد واستاذ رانيا احمد. يعني بنوجه لهم التحيه. الناس دي علامات في الاذاعه المصريه أصلاً. يعني. استاذه رانيا احمد واستاذ عاطف السيد. برنامج لقاء الاصدقاء ده بقى له اكتر من 20-30 سنه ولسه ما شاء الله لسه موجود. يعني طبعا مش عارف استاذ عاطف يعني ربنا يديها الصحه لو موجوده والله يعني. واستاذه رانيا احمد برنامج لقاء عيون المستقبل، يعني كذا برنامج. فكنت انا وانا صغير خالص كنت بروح الاذاعه،
وكنت بشتغل في الاذاعه حتى بتاعت، كان في برنامج كان بيطلع على الشرق الاوسط وقناه القناه الخامسه والكلام ده وكده. فانا بصراحه من وانا صغير كنت بنمي المهاره دي عندي، يعني عشان برضو الموضوع ما ظهرش فجاه، لا ده من وانا صغير كنت بتدرب على ده. بس انا يعني دايما لما يكون في فرصه ان انا اتكلم بتكلم. يعني مثلا وليكن مثلا انا بحضر ندوه او محاضره وقالوا لو حد عنده سؤال، فانا الشخص اللي عنده سؤال دايما تمام. ودي برضو حاجه صعبه جدا. انت لو خدت بالك، انت لما بتدي اي محاضره وبتقول لحد عنده سؤال تلاقي 3 4 بس هم اللي بيقدروا ان هم يشاين. برضو القدره على الظهور دي برضو قدره نفسيه، زي القدره على تحمل الرفض. تمام، دي قدره نفسيه برضو. القدره على الظهور دي مش حاجه سهله. القدره قدام الوقوف قدام الكاميرا دي مش سهلة. القدره على الوقوف قدام الكاميرا، القدره على الظهور، زي بقول لك ان مثلا في 200 واحد قاعدين، فهو بيقول مين عنده سؤال، فانت ترفع ايدك او تقول عندك اضافه. فانا كنت دايما الشخص اللي بيرفع ايده. تمام، يعني حتى في الفصل دايما، يعني انا دايما برضو النقطه الثالثه المبادره. يعني دايما النقطه الثالثه ان انا دايما عندي مبادره، فشخص دايما مبادر. بس نرجع تاني موضوع المنح وموضوع خارقين. فالقدره على انك انت تصيغ افكارك بشكل كويس. انا اعرف ناس كتير جدا يعني ممكن يكون عندهم انجازات متوسطه، تمام، وبيتقابلوا في منح، وناس تانية عندهم انجازات خارقه زي ما بتقول ما بيتقابلوش في منح. ليه؟ لان زي ما قلت لك في تشيفنينج مثلا هم ما يعرفوش محمد رضا، ولا يعرفوا عمرو رمضان، ولا يعرفوا انا لابس بدله ايه، ولا ما يعرفوش شكلك. هم يعرفوا ايه؟ يعرفوا الاربعه السيز. يعني هم ما يعرفوش غير 2000 كلمه مكتوبين عنك. الناس مش بتقدر ايه، مش بتقدر تبسط الموضوع، تقول لك فلان ده فلان ده محاوراتي، ده فلان ده مش عارف ايه، ده فلان هو انت، او مثلا فلان ده اي حاجه يعني عنه مثلا او كده. هم او مثلا فلان ده دمه تقيل مثلا. يعني حد ما قال لي ايه، قال لي فلان ده اتقابل في منحه بس دمه تقيل. هم يعرفوا مين دمه تقيل؟ يعني قصدي انت ده تصوراتك عشان انت شايفه، انت بتفيجوالايز الشخص ده. لكن هو بالنسبه للجنه التحكيم هو عباره عن 2000 كلمه. عارف، عايز اقول مثال سخيف شويه كده، عارف لو سواق الميكروباص اللي هو بيشوفك 5 جنيه ماشي على الارض بالظبط، فاهم قصدي؟ كوين عايز يعني هو لو ايه، انا مره كنت راكب قال لي خلينا نجيب ال5 جنيه اللي ماشيه دي، فاهم قصدي؟ هو شايفك 5 جنيه، هو مش يعني برضو محتاج. انا اسف والله العظيم في الكلام اللي هقوله ده خالص، بس جزء مهم قوي في نجاح الانسان انك تشوف الانسان اللي قدامك شايفك ايه. يعني انت محتاج تشوف فهو برضو هو شايفك 2000 كلمه. انت محتاج تعرف ان انت عباره عن 2000 كلمه. دلوقتي بقى 1200 كلمه في التشيمن، قللهم خلوا كل سؤال 300 كلمه، بس انا بتكلم على ايامي. هو شايفك 2000 كلمه. انت عباره عن 2000 كلمه. انت عباره عن لما بتقدم وظيفه على CV. تمام، ده بتكلم طبعا لو هم الناس بتقبل على اساس الفير او سكوير، مش بتكلم على في الشغل طبعا بيبقى في حاجات تانية، بس انا بتكلم على هو شايفك عباره عن ايه. انت عباره عن ده، فمحتاج انك انت تكون بتعمل ده بشكل كويس. فنرجع للتشيفنينج تاني، هو انت عباره عن 2000 كلمه، هتعرف تكتبهم بشكل كويس ولا لا؟ علشان كده طبعا ده الدور احنا بنعمله في امباور هاب. احنا بنحاول نساعد الناس ازاي يصيغوا افكارهم، ازاي يكتبوا. طبعا مش بنعمل للناس انجازات، انك انت برضو لو ما عندكش حاجه تكتبها فمهما اتعلمت مش هتقبل. خلاص مش هنكتب اي كلام، مش هتكتب اي كلام عشان بس ما نكونش بنزوق برضو الدنيا ان هو احنا هنديك الطريقه. لا، احنا مش احنا هنديك الطريقه. انت لو عندك انجازات هتعرف تصيغها بشكل كويس، لكن لو ما عندكش ما فيش اي فايده باللي احنا بنعمله. يعني انت لو ما عندكش وخدت كورس او خدت برنامج تدريبي على ازاي تكتب او ازاي تتعلم، زيرو، ما فيش فايده. يعني هتكتب صح. ايه؟ انت ما عندكش حاجه تكتبها اصلا. احنا بنتكلم على الناس اللي هم عندهم انجازات او عندهم حاجات شاطرين فيها او عندهم حاجات بيعملوها ومش عارفين يسووها ازاي. فهو ده اللي انا عملت القناه على اساسه، او ده اللي انا شغال في القناه اساسه. وبرضو الناس اللي مش عارفين يبداوا ازاي بقول لهم يبداوا ازاي. يعني احنا برضو في امباور هاب عندنا مشاريع كتير قوي، حاجات يعني تطوعيه صغيره. برضو لحد ما عندوش انجازات كبيره بيتقبل معانا يعني. فاهم. تمام، بس برضو حتى دي بقى فيها تنافسيه. يعني حتى دي مثلا، يعني طبعا هي مش زي تشيفنينج، بس برضو يعني مثلا ممكن ياخد حد شارك في نشاط طلابي هيبقى ليه اولويه عن واحد ما اشتغلش خالص، فاهم قصدي؟ وهكذا. فانت فاهم. محتاج بقى تشوف بدايه السلك. اوكي، بدايه السلك بقى هي انك تروح تحضر الحاجات اللي بتبقى مفتوحه للجميع. يعني مثلا مؤتمرات، تروح تكني انفو سيشن، سامت، تروح مش عارف ايه، بالظبط، تروح الايفنتات الكبيره. حاجات زي السامتس اللي انتوا بتعملوها مثلا او كده، ده بشوفها بدايه الطريق. انك تروح تحضر حاجه خلاص انت يو باي تيكت، فاهم؟ يعني مفيش بقى يعني، فاهم؟ تبدا من دي هتقدر تاخد الحاجات اللي هي صغيره شويه، زي برامج اللي بتعملها امباور. انتوا ممكن بتعملوا برضو برامج يعني بيبقى المعايير شويه مش كبيره قوي، بالظبط. وهكذا. لما تعمل الحاجات دي هتوصل لتشيفنينج بالظبط. فنصيحتك ان الواحد اولا يعني يحضر الايفنتات اللي ليها علاقه بالتعليم او بالتدريب او بالمنح.
ده رقم واحد. رقم 2 ان هو يتابع المؤسسات اللي زي امباور هاب او المؤسسات اللي بتساعد الطلبه ان هم يحصلوا على منح. الحاجه الثالثه طبعا ان انت تزود شبكه علاقاتك وتسال الناس نعمل ايه. يعني انا فاكر دي النقطه الرابعه. النقطه الرابعه دي نقطه مهمه دي جدا. نقطه بقى، معلش انا يعني لو مش عارف معاك اللي هو معاك دلوقتي قد ايه نتكلم فيها. يعني انا قلت لك اول حاجه القدره على تقبل الرفض، القدره الثانيه التعبير الجاد عن الافكار، القدره الثالثه او المهاره الثالثه المبادره. النقطه الرابعه ويمكن هي ممكن تكون الاهم على الاطلاق، وهي اهم نصيحه بقولها في حياتي، وهي اهم حاجه لو اللي بيتفرج على البودكاست ده بس ده سمعها، هي القدره على تكوين علاقات وتكوين شبكه علاقات. دي قصه لوحدها. دي حاجه الناس شويه مش قادره تفهم اهميتها او قوتها ايه. انا عملت مجموعه فيديوهات كده تنزل قريب عن الموضوع ده، ونفسي تقول لي فائدتك في ايه. فائدتك في ايه العلاقات؟ طيب. عشان يعني دي ممكن اصلا تبقى حلقه لوحدها، بس عايزك تقول لنا كده العلاقات فرقت في ايه حياه عمرو ازاي. بص طبعا انا ممتن لحاجه، لو في حاجه بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى وبعد دعاء الوالدين، فهي كانت للعلاقات الجيده اللي انا عملتها في حياتي والناس اللي انا قابلتهم او تعرفت عليهم او اشتغلت معاهم يعني وكده. وقد ايه ده فتح لي علاقات. بس انا في مقوله كده بحب يعني اقولها كحاجه كوميديه يعني وكده. المقوله اللي كانت في فيلم اللي بالي بالك لما المذيعه كانت بتسال الليمبي هو انت ايه اللي شجعك على الجريمه والاجرام؟ فقال لها واحد مصاحب علي علوكه واشرف كوخ، عايز يطلع ايه طيار. فيعني هي ممكن تكون مقوله مضحكه، بس هي مقوله معبره قوي 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 على ان الناس اللي حواليكم بيشكلوا شخصيتك قد ايه. وطبعا بدايه على المقوله دي نلجا الى الحديث الشريف المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. حقيقه طبعا يعني والطيور على اشكالها تقع. هتلاقي يعني انت لو بدات تبحث في كل حاجه هتلاقي كل الاشياء بتقودك ان علاقاتك والناس اللي حواليك هم بيأثر فيك بشكل جامد. طيب انا فتحت لي ايه؟ فتحت لي هو انا حكيت لك الموقف اللي حصل ان صديق ليا ده دكتور في بريطانيا دلوقتي حاليا، ما شاء الله، فبيشتغل في NHS. فهو الشخص اللي انا كنت نازل اشتري حاجات لامي، تمام، وقال لي تعالى معايا، تمام، احضر التدريب ده. شخص تاني هو اللي خدني رايز اب، في شخص ممتن ليه صديق ليا برضو عزيز يعني وكده، هو اللي قال لي في حاجه اسمها رايز اب بتحصل. شخص تالت هو اللي خدني تكني صامت، هو اللي خد، هو انا عارف تكني صامت دي منين، وانت اصلا من اسكندريه، انت المفروض تكون عارفها، فده واحد دلك عليها اصلا ففرقت معاك. انا ما كنتش عارفها، تمام، انا ما كنتش عارفها. فانا كنت ماشي، فواحد صاحبي قال لي في حاجه اسمها تكني صامت، فاهم قصدي؟ اروح فرحت معاه. طب صاحبي ده انا عرفته منين؟ عرفته برضو من نشاط طلابي جوه الجامعه، تمام. طب انا حضرت نشاط الطلابي جوه الجامعه دي، برضو واحد كان معايا في السكشن هو اللي وداني نشاط الطلاب، وهكذا يعني، فاهم؟ برضو كل المنح تقريبا اللي انا عرفت عنها كانت عن طريق اشخاص انا عرفتهم. يعني منحه تشيفنينج مثلا انا عرفتها عن طريق احمد نجيب اللي انا عملت معاه بودكاست. انصح الناس كلها تتفرج على الحلقه بتاعته. احمد نجيب بيحضر دكتوراه حاليا في امبيريال كولج لندن، رقم 2 على مستوى العالم، ما شاء الله. يعتبر افضل جامعه في بريطانيا دلوقتي، ورقم 2 على مستوى العالم. وهو ما شاء الله اشتغل في منظمه الصحه العالميه، واشتغل في حاجات كتير، او اشتغل في كامبريدج، ما شاء الله، اشتغل في جامعه كامبريدج، وعامل معاه بودكاست يعني طويل جدا. فالناس انصحها طبعا تتفرج، هو علامه موجود على قناه سفير المنح. انصح الناس تتفرج على اللقاء مع دكتور احمد نجيب. هو اللي عرفني على تشيفنينج. يعني انا ما كنتش اسمع عن تشيفنينج دي غير منه. لقيت واحد كاتب بوست على البتاع، دخلت بعت له اد، كلمته، قال لي تعالى نتقابل بمنتهى البساطه كده. يعني انسان جميل جدا، هو اسكندراني، تمام. فنزلت قعدت معايا مش عارف ايه. انا كنت ساعتها الكلام ده في 2017، الكلام ده في 2017. يعني تخيل ان انا اتقابلت في المنحه في 2024، يعني 7 سنين الفكره في دماغي لمده 7 سنين، تمام. هو الشخص ده قابلته قال لي كذا وتعمل كذا ومش عارف ايه. كل سنه يقول لي يا عمرو ها هتقدم. تخيل واحد بيقول لي 7 سنين كل سنه هتقدم ولا لا، لحد ما اقول له. هو طبعا انا ساعتها 2017 كنت لسه في الكليه ما اتخرجتش، فهو من 2019 بدا يقول لي يعني ها هتقدم، انجز يا عمرو. فانا في 2020 قدمت. يعني قلت له انا 2019 ما كنتش جاهز قوي، انا اتخرجت في 2018. فهو بعد ما اتخرجت كان بيقعد يقول لي 2020 بدات اقدم اترفض، 2021 اقدم اترفض. بس انا عرفت 2017. بعديها عرفت على كذا حد. انا مثلا يعني الناس اللي هم اعرفهم عن قرب خريجين تشيفنينج اكتر من 20 شخص. اوكي، فاهم قصدي؟ فتخيل بقى كل واحد ده انا اعرفه. واصلا انا عملت لقاءات لايف فيديوز، عملت مع دكتور احمد نجيب، عملت مع الباشمهندسه هند، عملت مع استاذه ايه، عملت مع حوالي 7 أو 5 لايف فيديوز على الفيسبوك من خريجين تشيفنينج. دي حاجه كويسه. فخلينا متفقين ان العلاقات دي بتبني. كمان انا برضو شايف ان العلاقات يعني
اللي انت النهارده لما يبقى عندك علاقات في كل الدول اللي انت بتسافر فيها دي على مستوى دولي بتفرق معاك. النهارده لو رحت دوله هتلاقي اصدقائك، انا ببقى بالنسبه حد لي دول مستنيني بيوفروا عليا. بقى. ساعات بسافر دوله مش عارف حد فيها، فبالنسبه لي لما اقابل صديق ويبقى معايا ده يوفر عليا كتير. مسافر دوله ومش عارف حد يعرف حد فيها يقول لي، مسافر محافظه تانية. يعني دايما انا ماشي بحكمه كده، خد من كل بلد صاحب. صح أنا نفس واستفاد الكلام. كمان، يعني في نظريه كده انك انت كل ما بتزود شبكه علاقاتك فهي دي راس مالك. صح. فالنهارده الكونتاكت اللي عندك دي هي دي راس مالك. انا النهارده تليفونك ده او علاقاتك اللي انت عاملها، ودايما العلاقات دي وين وين. فانا النهارده انا في يوم من الايام احنا اتقابلنا من سنين في كذا ايفنت، النهارده احنا بنعمل حاجه سوا، بكره ممكن تعرفني على نعمل فلان. حاجه اكبر. فدي اللي انا حاجه مؤمن بيها جدا، ان العلاقات مهمه. والعلاقات بتنمو بشكل بطيء للاسف. الناس شويه بتستسرع العلاقات. يعني مثلا احنا عند بعض على الفيسبوك من امتى؟ من سنين، احنا داخلين من في سنين. 9 سنين ولا ممكن 9 سنين او فاهم 10. بص بقى 9 سنين اتقابلنا أول- بس في ايفنتات، ازيك تابعنا الله الإيفنتات يسلمك. ازاي صح. بالظبط. عملنا بودكاست بعدها 9 سنين. انا فاهم. والدكتور احمد نجيب اعرفهم من امتى؟ من 2017. اتقابلت في تشيفنينج في 2024. الناس بس بتستعجل. في حد برضو اتعرفت عليه في 2013 2014 استاذ يسري جادو من البريتش كونسل. عبال ما احنا بقينا شركاء للبريتش كونسل في 2022، يعني بعديها ب9 سنين. فاهم قصدي ايه؟ و9 سنين يعني هي عندي على الفيسبوك انا عارفه عبال ما اشتغلنا مع بعض بعديها ب9 سنين. دي حقيقه. فبرضو الناس شويه بتستعجل الامباكت بتاع العلاقات. هي دي انا معاك فيها، بس في نقطه تانية بقى انا عايز اكملها. وطبعا في حاجات بتبقى بسرعه، يعني مش لا بقول كل في حاجات العلاقات بتبقى بسرعه. آه. يعني انا في ناس اتعرفت عليهم بعديها بفتره بسيطه عملنا شغل مع بعض. انا بالنسبه لي في ناس، ودي حاجه انا لسه ما قابلها حالا. ففي حد هو شغال على بروجكت معين له علاقه بالتعليم، هو ما قاليش، يعني هو جاي بيكلمني انا عندي مشكله وبنعمل ستارت اب وبتاع، فهو ما قاليش ان هو شغال على الموضوع ده. لان انا بالنسبه لي قلت له لا، الموضوع ببساطه جدا، هتروح لفلان وهتكلم كذا وهتجيب كذا وممكن تكسب من كذا، لولا ان هو قال لي. طب انا بقول الكلام ده ليه؟ لان انا النهارده تكلم حتى اراك سقراط. انا النهارده اعرف عمرو من سنين، بس النهارده لما اروح اتعرف على عمرو، والله انا عمرو متخصص في التعليم والتدريب والتنميه والمنح، مظبوط. وانا رضا متخصص في التعليم وتنظيم المؤتمرات وايا كان. هنا انا عرفت انت بتعمل ايه وانا بعمل ايه، ونبدا نشوف الكومن اريا. ممكن تبقى احنا خلاص اتفقنا ان احنا ممكن نعمل ايفنت عن المنح، تمام. نعمل ايفنت للدراسه في الخارج. ممكن ما نعملوش دلوقتي، نعمله بعد سنه بعد 2، بس بعد حتى طلعنا. ودي اللي انا بقولها ايه، يعني دايما انا عندي كونسبت كده ماشي بيه، وبقوله للتيم عندي لما بيجوا ينزلوا معايا ايفنتات، بقول له انزل بس شوفني انا بعمل ايه، أيوه. وبعد كده انت روح. فهو بعد كده خلاص انا الله يفتح عليك، الله يفتح دخلت عليك. تكني، فبروح تكني ازيك عامل ايه، انا بعمل كذا، طب لو احتجت حاجه في التعليم كلمني، طب لو احتجت تنظم مؤتمر عرفني. هنا انا قلت له، فمش المهم ان انت، لان كان خلي بالك كان ليا عندي رحمه الله عليه احمد وهامي، يعني واحد من الناس اللي طبعاً اثرت في حياتي، عظيم. شخصيه ربنا يرحمه يا رب. فكان دايما بيقول لي ايه، كنت ارجع اقول له بص انا رحت الايفنت ده ومعايا كل دي كروت، ايام طبعا قبل الديجيتال كارد، ولسه لحد دلوقتي الموضوع موجود. عايز اقول حاجه في موضوع الكروت بس اتفضل. يعني لا بس كمل بس. فكنت باخد الكروت دي واروح البيت اروح مصور له، اقول له بص، يقول لي يا ابني دول ابدا بقى ايه، امسك كده وشوف، عمرو ده ممكن اكلمه عشان مؤتمر، فلان ده انا ممكن اكلمه كسبونسر، ده ممكن اكلمه كسبيكر، ده انا هعمل ريليشن، ده كله كوم وان انا بعمل ريليشن. فانا النهارده حضرت ايفنت اضيف الناس على لينكد ان، اتعرف على عمرو، اكتب عندي انا قابلت عمرو رمضان بيعمل كذا، اكتب حتى على الكارت، اكتب حتى على الموبايل، بس اقدر ارجع للحاجات دي. انا في موضوع الكروت طبعا بعمل زيك، ان انا باخد كارت من اي حد بصوره على طول وببعته لاختي. تمام. اختي عامله لي داتابيز عندي اكسل شيت كده حاطط فيه كل الكروت دي، يعني كده عشان اخزنها طبعا بشكل ديجيتال. بس انا حاليا دلوقتي بقيت بحاول اتجاوز موضوع الكروت شويه ليه حاجات ديجيتال زي لينكد ان، او لو الحد يعني فليكسبل اكتر اكتر الان ام سي والحاجات اللي هي بتنقل لك. بس غير موضوع الكروت برضو، يعني انا ماشي الكروت طبعا حاجه عظيمه، بس لو قدرت تبني كونكشن مع الشخص بشكل لحظي هيبقى افضل بكتير جدا من الكروت، لان الكروت هتتكوم عندك. تمام. يعني اعمل الكارت وخلي معاك كارت، مش ضد الكروت، تمام، عشان محدش. تمام. خلي معاك كارت وبتاع، سواء بقى NFC او سواء ورقي او سواء اي حاجه، ولو حد اداك الكارت ورقي صوره على طول ان هو هيضيع منك، يعني هيضيع منك بشكل اساسي، وحاول تخزنه على داتابيس. بس لو تقدر، يعني مثلا بروح حاجه اسمها ريسبشنز في السفارات والحاجات دي وكده. معايا طبعا صديقي زياد طهري، هو دبلوماسي حاليا في الخارجيه المصريه، ودايما كنا بنروح نبعت بقى كروت لبعض، دايما هو رايح ريسبشن فانا بروح معاه على طول وهكذا. بس يعني بدأنا نلاحظ حاجة، ان حاول تبني immediate connection مع الشخص. لو عرفت ان هو تضيفه على لينكد ان، ضيفه على لينكد ان، ده كده عرفت تفولو على انستجرام وتعمله فولو فولو باك،
بالظبط، وعرفتوا تعملوا فولو باك على الانستجرام، فده اهم حاجه. ليه بقول كده؟ لان رقم الواتساب تمام كويس، بس مين هيتصل بيك؟ يعني انت هتتصل بيه امتى ولا ازاي؟ وبرضو انت عشان تبعت لحد واتساب مش هقعد كل يوم ابعت لك على الواتساب، يعني فاهم قصدي؟ يعني انا مش هقعد كل يوم ابعت لك على الواتساب. لكن لينكد ان او انستجرام، لان هم طبعا دوت البلاتفورمز الاكتر شويه بستخدمهم يعني وكده، انت تقدر تتابع اللي هو بيعمله. فمثلا انا لما بروح مثلا مؤتمر اليونسكو ده مثلا، خصوصا لو شباب في سني يعني، لو ناس كبار لينكد ان، لو ناس في سني انستجرام طبعا على طول. طبعا. فهو راح مثلا مؤتمر تاني او راح حاجه تانية، فعامل منزل ستوري، فتبعت له بقى ايه جامد، سو براود اوف يو، قشطه، حلو، تكتب له كومنت، تعال تعمل له نتكلم، لايك، تعال نتقابل، تعال ندردش. مثلا لو انت مثلا لقيته في دوله مثلا ساعات مثلا، او لقيته في حته مثلا ساعات ناس منهم في مصر، تبقى طبعا تدي الفرصه الذهبيه، تعالى فسحك، تعالى مش عارف، طبعا. تعالى نتقابل مش عارف ايه وهكذا. فمهم جدا تعرف هو بيعمل ايه في حياته بعد كده، يعني مثلا يوم عيد ميلاده مثلا، فممكن تبعت له مثلا كل سنه وانت طيب مش عارف ايه وهكذا. بيرسونال ريليشن دي مهمه بيرسونال جدا. ريليشن ده طبعا حاجه في غايه الاهميه، انك انت بتقوي العلاقات بشكل اساسي. بالاضافه بقى لنقطه مهمه جدا، عشان تقوي العلاقات لازم تكون انت بتعمل حاجه. بالظبط. يعني لو انت مثلا، انا اسف والله في اللي انا هقوله ده، بس مش عارف، بحس ان بعض الكلام بيبقى جارح شويه لبعض الناس، بس هو لو انت الانستجرام بتاعك فاضي او لينكد ان بتاعك فاضي، هو مش هيحب يضيفك، عشان نكون صراحه مع بعض. تمام. للاسف الناس حاليا على مستوى العالم هم فيري سطحيين، يعني هو بيشوف انت برضو عامل ايه، انت كنت في ايه، انت هو اول لما بيضيفك انستجرام بيخش يشوف الصور، بيخش يشوف انت عملت ايه، عامل ايه، فاهم قصدي ايه؟ ولازم انت تعمل حاجه انت كمان، يعني لازم انت كمان تنزل ستوريز، تنزل حاجه، هتلاقي هم الناس بتبعت لك. يعني انا مثلا لما كنت في اليونسكو نزلت، ناس بعتت لي، ناس انا مثلا بقالي سنتين مثلا ما كلمتهمش، فرديت عليهم، فاهم قصدي؟ من ولا حاجه، نشطت الكونكشن. بالظبط، الله يفتح عليك، صح. فنشطت الكونكشن من غير حاجه، يعني انت مش منتظر حاجه. ونقطه مهمه جدا 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 في موضوع العلاقات ده، تمام، والنقطه دي يعني نصيحه سحريه، تمام، حد نصحها لي، للناس هنا. تعالوا اقول لك تاني، هو انك انت تكون معطاء في العلاقات، تمام، بدون طلب. تمام. طب ماشي، طبعا دي بشكل اخلاقي، بس دي ليها فايدتين برجماتيتين، اتنين، ليها فايدتين برجماتيتين، براجماتيك، طب مش عارف بالعربي اجمع. اول حاجه انك انت لما تكون الشخص دايما المعطاء في العلاقه يعني وكده، انت بتكون الدوميننت فيها اكتر، لان انت لما تكون انت الشخص دايما معطاء او شخص دايما، فانت بتكون شخص دوميننت في العلاقه اكتر. تاني حاجه، ان لو الشخص ده طلب منك طلب وانت ما قدرتش تعمله، فيو هاف ان اكسكيوز. بالظبط. تعلم تقول لا مش قصدي تعلم تقول لا، بس انا قصدي هديك يعني مثال، يعني قصدي انا مثلا، انت لو شخص مثلا كل شويه بتساعدني مثلا في حاجات من غير ما اطلب منك، انت مثلا دلوقتي لما انا جيت لك انت اقترحت عليا حاجه تساعدني بيها، اوكي صح؟ انا طلبت منك ده؟ لا. ما طلبتش منك ده، انا بقول لك انا بعمل كذا كذا، انت قلت لي 3-4 حاجات ممكن تساعدني بيها، صح. تمام. ده بيخليني لما انا كعمرو اطلب منك حاجه وانت ما تقدرش تعملها لاي ظروف خاصه بيك يعني وكده، انا مش هزعل منك. اوكي. فاهم فكره؟ لما انا مثلا اطلب منك مثلا محمد ممكن تساعدني في كذا، وانت في اللحظه دي ما قدرتش تساعدني، سواء انك كنت مشغول، كان عندك ظروف، كان عندك حاجه، هزعل انا منك؟ لا. ليه مش هزعل منك؟ عشان انا ساعدتك في الاول، ساعدتني في 4-5 حاجات، فانا هقول فعلا ده مشغول، او ده يعني مش قادر يعمل الطلب ده، مش ما بيحبش يساعد، فاهم قصدي؟ فاهم. فدي برضو نقطه تانية بتحفظ لك ايه، بتحفظ لك انك لو انت كنت مش قادر او جيت في فتره ما قدرتش، فاهم، فانت عامل حاجات كتير قبل كده، ولما بتطلب حاجه الشخص بيكون ايه، يعني شايل لك رصيد عنده، ليك رصيد الله عنده. يفتح عليك. فدي نقطه جوهريه طبعا، بغض النظر عن الجانب الاخلاقي ليها، ان هو يعني مساعده الناس، من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عن كربة من كرب يوم القيامه. وطبعا ان ولا ينقف مع اخي في حاجه خير لي من ان اعتكف في هذا المسجد شهرين متتابعين، يعني ان انت تساعد حد بس في حاجه افضل من انك انت تقيم في مسجد النبي اللي الصلاه فيه ب1000 صلاه شهرين متتابعين، ما شاء الله. فيعني ده حديث صحيح. وطبعا يعني المؤمن اخو المؤمن، كل الحاجات اللي احنا عارفينها يعني دي، بس انا كنت بشرحها لك بالنظره براجماتيه كمان شويه، يعني لان بشوف الناس شويه دلوقتي تبقى عايزه مصلحتها بس، للأسف. او عايزه تستفيد بس، فانا ببقى بستغرب، يعني ده بيضرك مش بيفيدك، يعني ده ضرر كبير ليك، ضرر بالزبط. كبير، انت مش متخيل الضرر الكبير ليك. ومحدش كمان حابب اقول ان محدش يعني محدش، انا النهارده لما ابقى انسان استغلالي، انت مع الوقت هتفهم هو رضا ده على طول بيطلب مني ما بيدينيش، حتى لو انت بتعمل طبعا، يعني انت بتعمل ده لله وبتساعد لله، بس في نفس الوقت
انا لازم يعني انا النهارده لما بقابل اي حد في اي مكان الطبيعي بتاعي انت بتعمل كذا انا بعمل كذا. طب انا مثلا محتاج اقول له ده كذا وده كذا وده كذا. والله العظيم في حد اقسم بالله قال لي جمله قبل كده، قال لي ما تطلعش كل كروتك يا رضا. فقلت له يعني ايه؟ قال لي يعني انت هتساعد وبتاع. قلت له انا ما عنديش مشكله، انا بساعد عمري في حته في جزئيه معينه لان انا متاكد هو ربنا سبحانه وتعالى هيساعدني 10 اضعاف. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه انا عملت رصيد عند عمرو، فلو انا النهارده جيت في وقت عمرو بقول لك ايه انا محتاج جزئيه في كذا هي كده. وخلي بالك مش شرط اللي هو انا ساعدت عمرو فلازم عمرو يساعدني، لا. انت ممكن حد يعني حرفيا تساعده النهارده بس بعد 2-3 تلاقيه يقف معاك ويساعدك. بس هي الفكره كلها ممكن حد تاني يساعدك برضه، نقطه مهمه جدا يعني برضه حد تاني نقطه مهمه يساعدك. ان ربنا سبحانه وتعالى يعني ما بتمشيش 1 تو 1 يعني انت لما بتساعد الناس ربنا سبحانه وتعالى بيقف معاك. ممكن ربنا سبحانه وتعالى لوحده يعني ربنا سبحانه ربنا وحده يكفي، ربنا سبحانه وتعالى كافي تمام. بس في نقطة تانية كنت عايز اقولها لك برضو، يعني برضو نصيحة سرية بقى من الحاجات النصايح السرية اللي بنبص فيها للكاميرا دي وكده، ودي نصيحة غالية جدا 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 برضو زي النصيحة الأولانية دي في موضوع العلاقات. هنصحها للناس خصوصا للشباب الصغير تمام اللي بيحضر مؤتمرات. النصيحة دي مش عايز حد يفهمني فيها غلط، بس يعني برضو حد نصحها لي وبرضو أثرت في حياتي جامد. لما تيجي تتعرف على شخصية مهمة في حاجتين ما تعملهمش او حاول تتجنب انك تعملهم، يعني انك تطلب منه حاجه تمام. تاني حاجه انك تقعد تساله اسئله كتير تمام. يعني مثلا هديك مثال. انا مثلا طبعا في ناس كتير بتيجي تقول لي بس عايزين حاجات كتير، فطبعا لو انا اقدر اساعد في حاجه بقدر اساعد فيها، بس او مثلا بلاش المثال عليا، خليني على مثال على حد يعني موضوع شويه انا بس مش عايز الناس تفهمه بشكل غلط. بس انا اقول لك على يعني بس الكلام ده يتفهم بشكل غلط شويه. لا عادي بس ماشي انا فاهم انت عايز تقول ايه. انا قصدي اقول عليه ايه، ان الناس عموما دلوقتي مشغوله خصوصا لو بتبقى شخصيات شويه عندها حاجات كتير مختلفه او كده. فلما انت تساله اسئله كتير هو يحس بعيب ان هو عايز هيجاوبك على الاسئله دي، او طبعا لما تطلب منه. لكن لو انت بدات مثلا تقول له مثلا انا شاطر في كذا، يعني مثلا حد جاي لي انا شاطر مثلا في الفيديو اديتنج واقدر ان انا اساعدك في انك انت تعمل الفيديو اديتس دي بشكل كويس ومش عارف ايه وكده، وكبر لي الموضوع يعني وكده، وهو فعلا شاطر بس ما تكونش بتكذب يعني برضه نقطه مهمه جدا. هو عمل ايه؟ هو وسط كل الناس خطف عقلي، لان هو لعب على ايه؟ لعب على حاجه خاصه بيا انا، يعني هنا لعب على حاجه خاصه بمصلحتي انا. فانا فكرت في ايه؟ لا انت بهتله، يعني ركزت معاه، ركزت مع الحاجه اللي هو بيقولها. قلت له طب ابعت لي من السامبلز ده. هو طالما بعت لي وبدا يبقى فيه كلام ما بيننا، فاهم قصدي؟ وبدا يبقى فيه كلام رايح وجاي، وانا ببعت له فيديوهات وبتابع معاه، وعرفته على الناس مثلا اللي بيشتغلوا معايا، فاهم قصدي ايه؟ وعرفته على مين بيشتغل معايا، وعرفته على فلان وعلان ومين الدايره اللي بتاع، وقلت له طب ما تجي لنا الشركه مره، وقال لي طب في فعاليه، دخل الدايره خلاص كده هو هيعرف يتعامل معايا. بص دي جمله يعني. اولا انا مبسوط ان انت قلت ده يا عمرو، لان انا بس مش عايز الناس تفهم من يعني تفهم الشيء مش بتكلم عليك بشكل شخصي. انا بتكلم بشكل عام. احنا متفقين جدا ان احنا مش بتتكلم دلوقتي على شكل شخصي. بس انا هقول لك على حاجه. انا واحد بعمل مؤتمرات بقالي 13 سنه بعمل مؤتمرات ما شاء الله، وبفضل الله عامل كورسات اصلا في تنظيم المؤتمرات والمعارض. وهقول لك على حاجه بشوفها من ناس كتير جدا. انا في ناس بيبقوا يجي اجايبه معايا المؤتمر، يعني احنا مسافرين مثلا مؤتمر في مصر بره مصر، واقول له تعالى معايا يحضر، فيجي ليه يروح يفضل ايه واقف مع اصحابه، او يقعد يتصور، او يقعد يدردش، او يقعد يتكلم في التليفون. انا بقول له انا لو حد حتى قابلني في اي ايفنت انا ما نادرا لما اقف مع ناس انا عارفها قوي. يعني انا النهارده عمرو صاحبي فخلاص احنا هنتقابل مع بعض بعدين، لكن انا افتكرني النهارده لا انا محتاج اقابل فلان وفلان وفلان وفلان، صح، بخش عليهم انا محدد. يعني انا حتى قبل ما اروح الايفنت ده انا عمرو رمضان ده هكلمه على ازاي اكتب الايسي التقرير المقال بتاع تشيفنينج. انا هقابل عبده سامي فهساله على ازاي اجيب افضل سعر في جامعه. انا محدد وانا رايح سبيسيفيك. لكن لو انا رحت لك جيت لك كده وقلت هسالك هو ازاي بينتبه على المنح مثلا، او اروح باعت لك حتى سؤال كيف بدأ الخلق بالظبط. فبنقول للناس اولا خليك محدد.
مش لازم تروح رايح وتصور واعمل اللي انت عايزه، بس النهارده قسم وقتك. حتى لدرجه انا لسه اول امبارح كنت في ايفنت، فشخص لسه متعرف عليا جديد قال لي انا نفسي اعرف سؤال، انت ما وقفتش معانا نص ساعه على بعض عمال تجيب ده تعرفنا عليه وبتاع. انا بقول له انا بعمل كده، انا راجل كونكتور، عمرو بتعمل منح وفلان ده بيعمل كذا، اقعدوا مع بعض خلاص انتوا الاثنين لما اشتغلتوا. دي نقطه برضو وفي نفس الوقت ما هو في وقت معين انا هستفاد. ما هو انت النهارده وفلان عملت ده، اولا استفدت ثواب، ثانيا انا طلعت بده. لكن انا بالنسبه لي بشوف ان الناس بتروح حتى الايفنتات وبتروح حتى المعارض لمجرد هو رايح فيفضل واقف مع عمرو صاحبه. يا حبيبي ما هو عمرو ده معاك طول السنه، لكن روح اتعرف على هنا وهنا. دي نصيحه، حتى دي نصيحه زي قلت لك. وكمان حتى يعني فكره تقول لك القبول، الناس شويه بتخاف تخش في مساحات غير مريحه. يعني انا عادي ممكن اشوف حد في الشارع اسلم عليه، والله دي فعلا انا يعني الناس كتير ممكن اشوف حد في الشارع اقول له ازيك انا شفتك قبل كده عادي. يعني انا شويه طبعا دي حاجه صعبه، يعني عارف ان حد ماشي في الشارع كده ممكن اسلم عليه عايز هيعمل لي ايه؟ يعني هيضربني؟ يعني مش هيضربني. يعني ايه اقصى حاجه هعملها؟ انه يقول لي معلش وهيسيبني، صح ولا صح؟ وعادي بالنسبه لي عادي. يعني اكيد انا مش متوقع ان رد فعل اقول لحد ازيك هيضربني، يعني اكيد مش رد فعل طبيعي. وعايز اقول لك دي بتبقى حاجه، انا لسه موقف حاصل معايا. كنت في احد الوزارات في اجتماع هام وحاضر فيه مؤسسه دوليه، حاضر فيه شركه كبيره جدا، واحنا قاعدين وفي حد قاعد، واحده انا متاكد ان انا شفتها قبل كده، بس السياق بتاع الميتنج والناس اللي قاعده انا ما ينفعش اقول لها هو انت فلانه هو انت كذا. وده موقف لسه حصل من كام يوم. فانا فضلت قاعد ببروسس، ورحت بعد كده واخد اسمها اللي كان مكتوب في الميتنج اجنده وسيرش. دخلت على لينكد ان لقيتها اصلا كان ما بيني وما بينها ديسكشن، بس انا عمري ما قابلتها فيس تو فيس. فبعد الميتنج في الميتنج رحت بعت لها رساله قلت لها يعني ان احنا مش عارف اتكلم، يعني مش عارف ان انا اقول لها ان احنا انا مستغرب ان احنا اتنين متقابلين في نفس الميتنج وانا ما كنتش عارف ان هي نفس الشخص. يعني الشاهد من الكلام ده بعد الميتنج ايه ده انا سعيد ان احنا اتقابلنا، ايه ده طب انت بتعمل كذا انا بعمل كذا، طب على فكره انا عندي ايفنت كذا، ايه ده طب احنا ممكن ندخل مع. انا بشوف ان الناس للاسف ما بتعرفش تعمل علاقات كويسه وبتبص من جانب واحد، لازم تبص وين وده مهم جدا. هيودينا نقطه مهمه جدا. انا متخيل ان دي جزء مهم جدا من كلامنا في الحلقه، ان انا متخيل ان العلاقات اللي انت عرفت تعملها دي وان انت بقيت راجل عندك شبكه العلاقات دي كان ليها سبب اساسي وهو الانشطه الطلابيه. طبعا اكيد. انا بس عايز اقول في موضوع الوين وين ده مهم قوي، انك انت ترفع من شأنك. يعني ناس كتير جدا للاسف او حد كده ان هو لما بيتعامل مع حد خصوصا لما بيتعامل مع شخصيه مهمه او كده بيتعامل على انه ده upper hand وانا lower hand لا، انك مهم جدا انك ترفع من شأنك. فقبل ما تسأل اي حد اي سؤال او قبل ما تكلم مع حد في اي حاجه لازم تعرفه بنفسك. تمام. ولو انت تشوف اهم انجاز انت عملته في حياتك، يعني مثلا حتى ممكن شاب عنده 19 سنه بس هو لو قال لي ان هو رئيس اتحاد طلاب الفصل انا هحترمه. يعني انا انجاز في فترته، لانه انجاز في فترته بالنسبه لي. فهو لو قال لي ان هو مثلا رئيس اتحاد طلاب بالمدرسه بتاعته ولا هو بابليك هيد بابليك بتاع حتى في ستودنت اكتيفيتي في 5 تنفار، انا هنظره بنظره مختلفه على فكره. تمام. وهنظره بنظره احترام كبيره وهنظره بنظره تقدير كبيره يعني وكده. وهحس هو لما يعرفني بنفسه ده لما يسالني بعد كده السؤال، يعني مثلا حد مثلا يقول لي ايه انا بعمل محتوى انا كمان وانا عندي مثلا 5000 بتاع لا بنظره بنظره اهتمام. ده انجاز بالنسبه لي خصوصا لما يكون سنه صغير يعني. تمام. فمهم قوي انك انت تعرف الناس بنفسك وتعرفهم انت بتعمل ايه، لانك بعد كده لما تسالهم السؤال هيفهم خلفيتك ايه، هيفهم خلفيتك بشكل مختلف وهيجاوبك بشكل مختلف. طبعا النقطه الثانيه انك اسال السؤال بشكل محدد جدا جدا جدا، لان اسئله كيف بدا الخلق دي بتكون سيئه جدا ما بتلاقيش اجابات. تعلم اصلا ازاي تسال. وحاجه بقى تانية ثالثه مهمه جدا يعني وكده، انك انت لو متابع الشخص ده كويس قوي قول له مثلا. انا بفرح جدا لما حد يقول لي انت في الفيديو ده قلت كذا كذا كذا، طب ده معناه ايه؟ انا بالنسبه لي ده انت خد قلبي كده خلاص. فاهم قصدي؟ يعني لما الاقي حد برضه انا بقول لك على الحاجات اللي ايه بغشش الناس الحاجات يعني فاهم. ومش انا بس يعني انت بتنجح بالظبط. لما انا حد يجي يقول لي انا شفت فيديو ليك وانت في نص الفيديو خصوصا في نص الفيديو قلت كذا كذا، هو ده معناه ايه؟ هو متابعك وفاهم انت بتقول ايه ومتابع التطور بتاعك. دي بتبقى حاجه. بس انت في الفيديو التاني بقى ده قلت حاجه، فهل دول عكس بعض ولا اقول لا مش عكس بعض ده كذا كذا فاهم. فده لما يسالني سؤال زي ده انا بالنسبه لي ببقى فاهم يعني ده انت كتر خيرك يعني. فاهم انت متفرج على الفيديوهين وشوف حسيت ان فيها كلام ممكن يكون فانت جاي تستفسر في حاجه. فانا بالنسبه لي ده بيبقى فيه تقدير كبير جدا، غير لما حد يسالك هو انا ازاي اقدم على منح. لا الاسئله اللي زي دي طبعا بحاول اكون بجاوب بشكل دبلوماسي وكده، بس بقول له حاجه، بقول له بصراحه عشان انت عايز نكذب عليك، بقول له كده
انت متوقع مثلا ان انا في 3 دقايق ولا 4 دقايق؟ انا الوقت المتاح بالنسبه لي ان انا اتكلم معاك هو 3 4 5 دقايق، لان انا فاهم. في غيرك وغيرك 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 صح. لازم اتكلم معاهم، صح. هم برضو بني ادمين هم كمان. صح. احنا يعني نتكلم صح. بالعدل، مثلا في 20 واحد واقفين، فانا صح. هتكلم معاك دقيقتين 3، هتكلم مع ده دقيقتين عشان هم كمان بشر هم كمان يعني. فانا تخيل مثلا هجاوبك في دقيقتين 3، اكيد لا. لا. وما تتوقعش ان اي حد يجاوبك في حاجه تقنيه. ممكن يديك طبعا، ممكن حد يقول لك نصيحه فعلا تعمل لك بارادايم شيفت، يعني يقول لك نصيحه تغير في تفكيرك، لكن مفيش حد يديك حاجه تقنيه مهاريه في دقيقتين 3. دقيقتين 3 او في قعده. يعني مش هيشربك المعلومه، هو مفيش هيقول لك حد. الخيط. هيقول لك الخيط، بالظبط. يعني ممكن حد يعني زي ما بيقولوا ايه، اتفرج على فيديو كذا، اقرا كتاب كذا. لو حد قال لك كده يبقى ده حد بيفيدك فعلا. ايوه. لو حد قال لك وقال لك هقول لك الخلاصه بتاعت الموضوع ده في دقيقتين 3، يبقى هو بيضحك عليك، لان مفيش خلاصه للموضوع. لو في شورت كات للموضوع كده، يعني كيف تكتب بيرسونال ستيتمنت، لو انا قلت لك الموضوع في دقيقتين 3 يبقى انا بضحك عليك بالظبط. يبقى انا كده شخص هجاص، شخص ما انا عملت 250 يعني ليه؟ مش طبعا مش لازم في 200 وكده، بس قصدي يعني ممكن دي حاجه مثلا تحتاج اشرحها في ساعتين 3 مثلا فاهم بشكل مفصل يعني. لا وفي نفس الوقت كمان ده احنا بس عندنا اوبشن اللي هو ايه، او حاطين في دماغنا فكره الحاجه اللي انا اديني الخلاصه. لا هو مش مفيش حاجه اسمها الخلاصه. فكره انك تتعلم من ريلز ولا تتعلم من قعده مع واحد. انا اعصابي بتتوتر جامد وبتضايق وبتخنق جامد جدا 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 من اي حد بيقدم على منح ويقول لي الخلاصه او الحاجه. يعني مره بعت لحد بيقدم على تشيفنينج، بعت له ملف كده 20 صفحه في حاجات كتير ومعلومات وكده، قال لي انا هقرا 20 صفحه. لا قول لي يا باشا. لا قلت له ما تقدمش على تشيفنينج. ايوه قلت له انت مش مناسب. لو انت ما عندكش قدره تقرا 20 صفحه ما تقدمش على تشيفنينج. انا في تشيفنينج اول اساينمنت ليا في اول اسبوع كده 5000 كلمه بكتبهم مش بقراهم. طب عشان اكتب ال 5000 كلمه الدكتوره ادتنا 70 مرجع، والله العظيم ادتنا 70 مرجع. انا جالي كرشه نفس، انا كان يغمى عليا حرفيا. انا مش طبعا الموضوع ده كان بالنسبه لي صعب في الاول، لان احنا طبعا تعليمنا للاسف ضعيف جدا في النقطه دي. احنا ولا تعلمنا بحث علمي، ولا تعلمنا نكتب اوراق بحثيه، ولا تعلمنا نفكر بطريقه نقديه، ولا تعلمنا اي حاجه. وانا واحد رايح من الدار للنار. فاول ما قلت لنا كده انا اتصدمت، وانا شخص المفروض قارئ وشخص فاهم وشخص كذا، والناس اللي حواليا كلهم ده بالنسبه لهم فاهمينه وعارفينه، لان كلهم بالنسبه لهم ده بسيط، جايين من جامعات. الحمد لله هتجيب امتياز وكل حاجه، بس بذل مجهود كبير جدا. فلو انت ما عندكش قدره تقرا 20 صفحه ما تقدمش على منح. انا بقول لك اهو روح ما تقدمش. لا. ما عندكش قدره تقرا 20 صفحه. فبرضه الموضوع التيك توك والريلز والحاجات القصيره، يعني انا متاكد الناس طبعا الجمهور العظيم اللي بيتفرج علينا ده وقاعد يسمعنا حتى هذه اللحظه وبيتفرج على بودكاست ده، انت قدم على منح، انتوا كويسين. انتوا كويسين. بس الناس اللي هي عايزه تاخد معلوماتها من الريلز ومن الحاجات الضعيفه دي. اصلا احنا لسه كنا عاملين حلقه كده على الناس وطريقتها لتقبلها للمعلومه. للاسف الجيل الجديد بالذات بقى عايز الريلز، هتعلم انجليزي. يعني احنا كان عندنا حلقه مع بعض الاشخاص اللي يعتبروا من اكتر الناس بتعمل ريلز ليها علاقه بالتعليم، ولكن ده جزء من شغلهم وجزء من تواجدهم. وقالوا احنا مش بننصح ان انت تتعلم من الريلز دي. بس هو ودايما فكره ان انا ايه، يعني حد زي واحد مثلا يجي يقول لك ايه، علمني ازاي انظم ايفنت. لا يا باشا، ده انت في كذا وكذا، قول لي ازاي ابيع المنتج بتاعي ده. فانا متفاهم. انا اسف يعني في الكلمه الاولى، الريلز دي كارثه. الريلز دي التعلم من خلال الريلز ومن خلال الشورت فيديوز دي، التعلم بس التفرج على كتير. دي تعمل تعفن في المخ. يعني اوكسفورد عملت مصطلح للموضوع دي. يعني تخيل ان في حاجه اسمها التعفن الدماغي دلوقتي، ده بقى حاجه مكتوبه في الديكشنري يعني. فانا بتكلم في حاجه يعني بقت حاجه كارثه جدا جدا جدا. للاسف كمان مع استخدام الناس للذكاء الاصطناعي مع الريلز، دماغ الناس هتبوظ حرفيا. دي يعني حقيقة. القدره على ان الشخص يكون منتج او بيفكر يعني خلاص. دي سؤال ولكن طبعا انا بستخدم نفسي الشات جي بي تي وبستخدم ذكاء اصطناعي، بس انا مش بقول ان استخدامه بس لو انت استخدمته ووقفت مخك تماما، وقفت القدره على التفكير، وقفت القدره على القرايه، يعني الموضوع خطر. كنت بسألك سؤال، ازاي الأنشطة الطلابية فرقت في حياتك وبالذات في مجال المنح؟ يعني بما انها دي كانت بداية السوشيال اكتيفيتي ليك او طيب، الأعمال المجتمعية. هقول لك على حاجتين خاصين بالأنشطة الطلابية. أول حاجة الأنشطة الطلابية زي ما قلت لك، إنك أنت نرجع تاني للنقطة بقولك أنت عبارة عن 2000 كلمة للجهة المانحة، تمام؟ فالكلام اللي أنت بتكتبه هو ده الكلام اللي هو بيساعدهم إنك تتقبل. نقطة مهمة جدا خصوصا لمنحة مثلا زي تشيفنينج مثلا وكده، هم من تشيفنينج واضحين جدا they are looking for leaders، نقطة. ولا بيهمهم مجموعك. أنا أعرف ناس كانوا جايبين يعني
جيد واتقبلوا فينا. حتى السنه دي قالوا يعني من مقبول عادي، بس انت والجامعه يعني طبعا على حسب الجامعه. في ناس مثلا يعني في جامعات بتقبل من مقبول في بريطانيا عادي يعني وكده، فهم في التقدير مكان. في برضو جامعات في الايلتس تاخد من 6.5، يعني مش لازم تكون الجامعه بتاعتي. فقصدي ان هم فليكسبل جدا في المعايير الخاصه باللغه الانجليزيه والمعايير الخاصه بال الحاجات الاكاديميه. يعني جيد تمام، انا قلت لكم ان انا مثلا فرقت معايا 0.5% عن الجيد جدا، فعشان كده بقول انا جيد جدا بس قصدي يعني يعتبر جيد. فبالتالي التقدير بالنسبه لهم برضو مش حاجه يعني فيها فليكسبيليتي. الجامعات حتى برضو ممكن تكون فليكسبل في بعض الجامعات يعني في بعض الحاجات، ولكن المنحه بتاعت تشيفنينج هم they are looking for leaders، دي ما بيهزروش فيها. اوكي. فهم عايزين حد يكون ليه مستقبل ان هو يكون قياده. طيب انت لازم تكون عملت ده يا اما على مستوى الشغل يا اما على مستوى الانشطه الطلابيه. على مستوى الشغل انت صعب يكون عندك مثلا 27 28 سنه 29 سنه وسي او لشركه كبيره، يعني دي حاجه. او فبالتالي ايه الحاجه الوحيده اللي انت ممكن تثبت فيها الموضوع ده؟ انشطه طلابيه. فدي الحاجه اللي انا بصراحه كنت يعني بكتب. انا كنت رئيس اللجنه الثقافيه العليا في اتحاد طلاب جامعه اسكندريه، كنت رئيس اسره طلابيه اسمها اسره الصفوه لمده 2 وانا في الجامعه وكده. خدت الطالب المثالي على مستوى الجامعه مرتين في مستوى جامعه اسكندريه. وطبعا كنت كل نماذج المحاكاه بقى، نموذج محاكاه الاتحاد الاوروبي، الامم المتحده، كل نماذج المحاكاه كنت هيد فيها للجنه او هيد فيها البتاع وعملت نشاط طلابي خاص باهداف التنميه المستدامه، كنت انا المؤسس ليه اللي هو اتحول لشركه بعد كده. يعني نشاط طلابي اتحول لشركه بعد كده. فبالتالي هم بيهتموا جدا انك انت تكون السؤال كده بيقول لك ايه leadership and influence. تمام، انت تكون assertive this. يعني تشيفنج عباره عن 4 اسئله. اول سؤال هو عن الليدرشيب، فبيسالوك انت ازاي بتؤثر في الناس، ازاي عندك قدره على التعامل مع الناس، واحكي لنا موقف. يعني هو بيقول لك ادينا مثال. تمام، ادينا مثال لموقف انت يعني. فانا دايما كنت بحكي عن طريق حاجه اسمها الستار تكنيك. الستار تكنيك اللي هو السيتويشن، التاسك، الاكشن، الريزلت. تاني الستار تكنيك ده مهم قوي. انا عايز اقول لك هديك امثله ليه. مثلا يعني انا مثلا في امثله لما كنت في سوسي وانا بقدم، الناس مثلا بتسالني طب المثال اللي انا حكيته ممكن يكون غريب جدا. يعني سوسي دي المنحه طلعتها في امريكا. تمام، المثال اللي حكيته في سوسي ان انا كنت في عيد الاضحى كنت متطوع مع مؤسسه خيريه في المنطقه بتاعتنا في اسكندريه بتلم جلود الاضاحي. تمام، فالمثال ده مهم قوي احكيه عشان اوريك النقطه اللي كنت بقول لك ازاي بتحكي قصتك يعني وكده. فانا كنت متطوع بعمل ايه؟ كان الشيخ في المسجد قال لنا يعني ان ما ينفعش حد يبيع جلد اضحيته، وكمان لما هي بتترمى في الشارع بتعمل امراض وبتجيب دبان وحاجات كتير يعني وكده. فالمؤسسه دي بالتعاون مع المسجد وكده كانت بتلم الجلود بتاعت الاضاحي دي، وكانت بتجمعها وتحط عليها ملح ومش عارف ايه وكده، وتبيعها لتاجر بيخلي ستات يعملوا زي شنط جلود، حاجات جلود، شنط والحاجات دي، هاند كرافتس وحاجات كده من منتجات منتجات الجلود بتاعت الابقار. وبعد كده الجمعيه كانت بتعمل لهم معارض عشان يبيعوا الحاجات دي. وكمان فلوس الحاجات دي بقى كانت بتروح فين؟ كانت بتروح لبناء مستشفى، بنوا بيها مستشفى في العجمي لحضانات الاطفال. تمام، فالامباكت عمالي. فالامباكت شايف ان ستات بتساعدهم عشان يعملوا حرف، وده دخل ليهم لستات معيلات، المرأة المعيلة. والفلوس دي راحت بنت مستشفى حضانات اطفال، زودت الحضانات بتاعت الاطفال، خصوصا كمان ان هي كانت مستشفى بالمجان تماما. تعرف طبعا في معاناه للناس اللي هم يودوا اطفالهم للحضانات وهكذا. الحاجه الثالثه ان هي حافظت على البيئه، لان الجلود دي كانت بتترمى في الارض وكانت بتعمل يعني روايح كريهه، وكمان كانت بتعمل يعني دبان وحاجات في المنطقه وهكذا. طيب انا كنت متطوع من ضمن 20 متطوع تانيين في المشروع. تمام، كلهم صحابي وكلهم ناس افاضل، كلهم كانوا بيشيلوا الجلد على ظهرهم زي ما انا كنت بشيله، وكان بينقذوا بتاع. بس طبعا مش كلهم اتقابلوا في سوسي، يعني مش كلهم سافروا في سوسي. ليه بقى؟ ايه الفرق؟ ما هو بقى نيجي هنا للفرق بقى. الفرق يعني الفعل نفسه عملته انا و20 شخص تانيين. تمام، كلهم كانوا، انا طبعا كنت يعني انا قعدت 9 سنين بعمل ده او 7 سنين بعمل ده من 2000 مش فاكر يعني كام، من وانا في اولى اعدادي لحد اولى كليه تقريبا كنت بعمل ده بشكل سنوي كل سنه. يعني انا كل ما عمري ما احتفلت بعيد اضحى، يعني عمري في عيد اضحى ما رحت اتفسحت مع اصحابي ولا اي حاجه خالص، كنت كل عيد اضحى ال4 ايام بعمل ده. ما شاء الله.
وكان في 20 شخص تانيين بيعملوا ده غيري، يعني مش انا الوحيد اللي كنت بعمل ده، بس مفيش منهم ولا واحد منهم راح سوسي. تمام. طب فاهم. ايه الفرق بقى؟ الفرق ان انا عرفت اكتب بيرسونال ستيتمنت بقول ان المشروع ده كان ليه environmental aspect، تمام، وان هو عمل women empowerment و economical women empowerment for women supporting their families بلا 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 بلا. وعرفت اقول ان ده it funded a children hospital عشان فهنا جانب الصحه والintersectional development perspective. فاهم الفكره ايه؟ وقلت طبعا ده ان ده بيعمل كده ان ده inclusive sustainable development لان هو بيحقق inclusion للmarginalized communities والmarginalized communities الفئات المهمشه. عرفت اكتب الستوري بطريقه معينه. ولما رحت الانترفيو في السفاره الامريكيه عرفت احكي لهم القصه بطريقه الراجل في السفاره بص لي كده كان فاتح بقه. يعني انت قعدت وكمان ان انت قاعد 9 اعياد ولا 7 اعياد ما بتحتفلش وبتعمل ده. والقصه حكيتها ازاي ان في هنا في جزء بيئي احنا كنا بنحافظ على البيئه، في جزء تمكين مرأة، في جزء صحه. فاهم قصدي ايه؟ فالقصه طريقه حكيها الستوري تيلينج اللي انا حكيتها دي خلتني اروح لمنحه في امريكا شهر ونص. ما شاء الله. اجين هي نفس القصه، في ناس كتير عملوا ده، يعني مش انا الوحيد اللي كنت بعمل ده، كان في 20 شاب تانيين تمام عملوا ده، بس هم يعني هم مش عارفوا يحكوا القصه بالطريقه اللي انا حكيتها بيها. فانت كمان كان في اصلا امباكت عملته وعرفت تحكيه صح. وانا كنت واخد المنحه بتاعت اميديست، فكان عندي اللغه الانجليزيه. يعني انا كنت واخد المنحه بتاعت اميديست اللي انا من 13 سنه ل 15 سنه دي لما كنت قلت لك ان انا خدتها وكان مدرسين امريكان، فعارف اصيغ اللي انا عملته ده بالكلام ده. فاهم قصدي؟ كذلك برضو في تشيفن دي بقى النقطه ان في ناس عامله امباكت على الارض قوي جدا. فاهم. يعني هو عاملين ممكن يبقى بيشتغل في الانشطه الطلابيه بس ما بيعرفش يتكلم عن الامباكت اللي هو عمله، بس ومش عارف يستخدم المصطلحات. يعني مثلا انا كنت بستخدم نظريه اسمها الهيومن كابيتال ثيوري مثلا، ده عملها جاري بيكر وثيودر شولتز مثلا. أوكي. فانا اتكلمت ان ده كان بيزود الهيومن كابيتال بتاع الستات. تمام. أوكي. وحاجه نظريه تانية اسمها الكابابيلتي ابروتش بتاعت اسمها امارتيا سن ومارسا نوذابوم. اوكي. تمام. فانا قلت له ان كمان ده كان بيانليش الكابابيلتيز بتاعت الومن عشان يكونوا مور ايكونوميكلي اندبندنت، وان هو كمان بيحافظ على البيئه فبيزود الكابابيلتيز فور ليفابل بلانيت. فاهم قصدي؟ انا الاثنين خدوا جائزه نوبل، يعني الهيومن كابيتال ثيوري خدت جائزه نوبل سنه 1964، والكابابيلتي ابروتش خدت جائزه نوبل تقريبا في التسعينات على ايد امارتيا سن ومارتن نوذابوم. مارتن نوذابوم يعني عملت فاردر ديفلوبمنت بس اللي خدها امارتيا سن يعني. اوكي. الناس ما عندهاش بقى وعي بالجزء النظري، ما انت لازم تكون ايه يعني عارف واقع ومواقع. فاهم؟ انت تبقى فاهم الجزء النظري والجزء العملي. فده الجزء الناس في ناس اعرفها عندها امباكت رهيب رهيب، سواء مؤسسين جمعيات خيريه او عاملين حاجات زي انت طبعا عاملها ما شاء الله، عندهم على الارض حاجات رهيبه. بس للاسف هو دي بقى المشكله في موضوع ما بيعرفش المنح، يحكيها ما مش عارف يحكيها ومش عارف يستخدم الثيوريتيكال فريم وركس والكي ووردز كمان الكي ووردز اللي هو يستخدمها. بالظبط. يعني انا مثلا لما قلت لهم الهيومن كابيتال ثيوري ومش عارف ايه، وان ده تمام وطبقا لتقرير البنك الدولي وطبقا لتقرير الورد ايكونوميك فورم وطبقا لتقرير مش عارف كذا، وان في السوشيال موبيليتي اندكس بتاع مش عارف كذا كذا وفي مش عارف. فهنا انت لما بتقول الكلام ده مع حاجات انت عاملها على الارض، هو ده بقى الشخص المناسب للمنح اللي بياخدوه. طيب والسؤال بقى هنا، ايه اكتر اخطاء بتشوف الناس بتقع عليها وهي بتقدم للمنح؟ اولا ان الناس زي ما بقولك ما بيكونوش عارفين ازاي يحكوا القصة بشكل كويس او بشكل يعني ممكن هم يكونوا عندهم امباكت رهيب بس بيستخدموا كيوردز او مصطلحات غلط. ده احنا اتكلمنا عنه. ده حاجة. الحاجة التانية ان الناس بتexaggerate في حاجات بسيطة. يعني ممكن هو يكون يعني عامل حاجة هو متخيل ان هي كبيرة بس هي مش كبيرة. تمام. بتأفور في الحاجة اللي انت عاملها. بيأفور في الحاجة. يعني مثلا حد عمل مثلا مبادرة فيقول مثلا يضخم في الارقام قوي، يقول حاجات كومن سنس. في ناس كتير بتكذب. فاهم؟ وللاسف يعني مش قصدي ان هم بيكذبوا وكمان بيكذبوا بغباء يعني يعني الاثنين حرامي يعني ومتورط. حرامي وغبي. فاهم قصدي؟ فهو يعني هو مش عارف، هو بيقول حاجات ومش قادر يفهم ان هو ده كومن سنس. لا يعني مثلا حد مثلا جه قال لك عشان انت 16 سنه انا دربت 30,000 واحد. طب هو 30,000 واحد ده ايه؟ ده هو عمل لايف فيديو، واللايف فيديو ده شافوا على الفيسبوك 30,000 واحد او ريتشت كمان، ممكن العدد او ريتشت كمان بس بالظبط مش حتى فيو اللي هو الريتش. موضوع الحاجات دي بتبقى كده. فانا ازاي يعني انت عملت ده؟ فاهم قصدي؟ فده برضو غلط مهم جدا ان في ناس بتضخم في الحاجه اللي هم بيعملوها، بيضخموا بشكل كبير جدا. تمام. او العكس بقى،
الناس يقلل. بتاندر استيميت قوي الحاجه اللي هم بيعملوها، وبي اندر استيميت جدا جدا اللي هم بيعملووا. اوكي. ودولت الناس الشاطرين اللي ما بتقبلوش، دي مشكلتي معاهم. يعني الناس التانية يعني كويس، يعني هم كويس ان هم عملوا كده عشان دولت يعني يستاهلوا، عارف اللي هو ايه، يستاهلوا. كذب ويستاهل، يعني فاهم قصدي، يعني ده يستاهل. الناس اللي انا بتضايق لهم الناس اللي هم بيكونوا عاملين امباكت كبير جدا، وما بيعملش بس عندهم حاجه اسمها امبوستر سيندروم، او ان هم ده سندروم كده بيجي الناس اللي هي بتبقى شاطره جدا بس حاسه نفسها ان هي ما تستاهلش او ما تقدرش او كده، ناس كتير كده. فبيبقى بيأندر استيميت نفسه جدا. اقول له يا عم انت اقوى من كده، انت اجمد من كده، فاهم قصدي، انت اشطر من كده. يقول لي يعني ده ممكن ده انت شايفه حاجه بسيطه، لكن ده مش حاجه بسيطه، ده حاجه كبيره جدا. ماشي. ايه اخطاء تانية؟ في اي اخطاء تانية طبعا في صياغه الجمل. صياغه الجمل الانجليش بتاعها ممكن للاسف شويه، احنا الاكاديميك رايتنج عندنا للاسف ضعيف. مهم جدا موضوع اللغه. احنا اكاديميك رايتنج عندنا ضعيف للاسف. فمثلا انت عارف الجمل مثلا في 4 انواع من الجمل. في حاجه اسمها السمبل سنتنس، الكومباوند سنتنس، الكومبلكس سنتنس، الكومباوند كومبلكس سنتنس. دوت 4 انواع من الجمل. في ناس مش عارفه الفرق ما بينهم، طبعا مش هنشرح الفرق ما بينهم، بس بالزبط. يعني هنقول للناس دور على الفرق ما بينهم. فاهم. يعني مثلا ده مهم جدا. يعني مثلا لو هنقول حاجه للناس، خش كده على اليوتيوب واكتب ايه هو الفرق ما بين السمبل سنتنس، الكومباوند سنتنس، الكومبلكس سنتنس، والكومباوند كومبلكس سنتنس. لو انت مش عارف او اول مره تسمع الكلام ده فدي مشكله، ده مصيبه، دي مشكله كبيره. يعني انت مش فاهم الفرق بين 4 جمل، ومش فاهم الانواع الجمل وازاي بتصاغ وكده. في حاجه اسمها الكونجنكشنز بقى، وفي حاجه اسمها السب اوردينيتد كونجنكشن، الكونجنكشنز بانواع مختلفه يعني وكده، اللي هي الروابط اللي بتربط بيها الجمل، وازاي يبقى في كورليشن، يبقى في كوزيشن، يبقى في مش عارف يعني ريزلت. في حاجه اسمها similar ideas يعني الحاجات دي المفروض تعرفها. محتاج تاخد ده يعني كورس اكاديميك رايتنج كده، محتاج تعرف الموضوع ده. فمهم جدا طبعا اللغه. طيب انا عامل فيديو عن الكتابه الاكاديميه، يعني عايز تتفرج عليه حوالي نص ساعه ولا حاجه، كنت بشرح فيه الموضوع ده بشكل ننصح تفصيلي. طبعا الناس تدخل وتتفرج على اغلب بقى الفيديوهات بتاعت سفير المنح دي. فانا قصدي ده محتاج، او مش انا يعني، شوف على اليوتيوب هتلاقي في اجانب وناس تانية كتير شارحين الفرق ما بين الحاجات دي بالتفصيل. في تولز يعني كمان بتساعدك دلوقتي كمان ان انت تديها وتعرف. مستر ابراهيم عادل عامل كورس في الكتاب انواع الجمل والكتابه الاكاديميه، كورس كامل في الكتابه الاكاديميه على زي امريكان انجلش، كورس عظيم بصراحه يعني. ده برضو من المراجع الكويسه جدا، الناس ممكن تبقى بتخش عليه. طيب عندي سؤال بقى مهم، ازاي اختار المنحه المناسبه ليه؟ احنا كمصريين طبعا في صفحات وفي ناس كده بيقعدوا يروحوا جايبين شويه لينكات منح قديمه ويروحوا وانا بتضايق من الكلام ده. فالناس بتروح داخله ضيعت وقتها في منح اصلا مش مناسبه ليها. صح. فقول لي ازاي اختار المنحه اللي تبقى مناسبه ليه؟ بص، في 3 حاجات انت محتاج انك انت تشوفهم قبل ما تقدم على اي منحه. اوكي تمام. اول حاجه واهم حاجه اسمها الاليجيبيليتي كرايتيريا. اوكي تمام. انك انت تشوف هل انت اليجيبل ولا مش اليجيبل. الشروط بتاعت المنحه. فمثلا شوف السن، هل انت السن ده، هل الدوله، اللي ممكن مصر ما تكونش من الدول اللي هي تكون مؤهله. وحاجه بقى مهمه دلوقتي جدا تفكر فيها، هل المنحه دي للولاد والبنات ولا منحه للبنات فقط؟ في منحه للبنات فقط. انا مره قدمت على منحه وكنت واخد بالي بتاعت للبنات فقط وفي الاخر يعني بعد ما وصلت الانترفيو كده الست قالت لي في غلطه في الباسبور بتاعك. قلت لها مفيش غلطه، مظبوط، انا اللي قدمت غلط اصلا. ايوه بالظبط. لا كانت بتهزر يعني، بس يعني بعد كده عرفت ان هو للبنات فقط. فمثلا السن، الاليجيبيليتي، مستوى مثلا معين في اللغه، يعني حاجات كتيره، فمحتاج تشوف الاليجيبيليتي كرايتيريا. تاني حاجه اسمها البروجرام ديسكريبشن، انك محتاج تشوف وصف البرنامج ده بيتكلم على ايه الحاجات اللي انت هتدرسها، ايه الحاجات اللي انت هتتعلمها، هل انت اصلا الايند بالمواضيع دي وفاهم فيها ولا مش فاهم فيها، وهكذا. مش لازم طبعا تكون فاهم فيها بشكل مفصل، بس لو المواضيع دي بعيده قوي 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 عنك فانت بتضيع وقتك يعني، ما برضه حرام يعني. تمام. الحاجه الثالثه بقى، ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا، حاجه اسمها الاف كيو ان اي، الفريكوينت كويستشن اند انسرز، الاسئله اللي موجوده، الاسئله اللي هي اللي بيسموها الاسئله الاكثر شيوعا. اوكي تمام. وغالبا اغلب المنح بتبقى عامله حاجه اسمها اف كيو ان اي، الفريكوينت كويستشن انسرز، بيبقوا مجاوبين على كل الاسئله. خش اقرا الاسئله دي كلها وشوف علشان تعرف المنحه دي مناسبه بالنسبه لك ولا مش مناسبه بالنسبه لك. الحاجه بقى اللي بعد كده، لما تشوف المنحه وتفهمها بشكل عميق جدا، محتاج تفصل نفسك على المنحه، يعني تكون بتتيلر نفسك على المنحه. فلو منحه مثلا في مجال البيئه او كده، ركز في السي في بتاعك او في البيرسونال ستيتمنت بتاعتك على الحاجات اللي انت عاملها في مجال البيئه بس. اوكي. لو المنحه المنحه الحاجات اللي ليها علاقه بالمنحه نفسها بالظبط، لان ده هيديك ايدج اكتر للموضوع. لو هم في مجال البيئه هم عايزين حد مركز في المجال بشكل اساسي. لو بقى عامل نشاط من هنا على نشاط من هنا على نشاط من هنا على نشاط،
ما تتكلمش عنها كتير، ركز في الحاجه اللي هم طالبينها. ركز على الانشطه اللي انت عاملها في مجال البيئه. لقيتها مثلا حاجه خاصه بمجال الاديوكيشن تكنولوجي مش عارف ايه، ركز على الحاجات الخاصه بالاديوكيشن تكنولوجي. لقيتها حاجه خاصه بالانتربرنور شيب، ركز على الحاجات الخاصه بالانتربرنور شيب، وهكذا. في حاجات متقاطعه اكتب حاجات المتقاطعه، يعني مثلا حاجات في الايكو انتربرنور شيب اكتب حاجات في الايكو انتربرنور شيب، حاجه في الانتربرنور شيب اند اديوكيشن اكتب حاجات، بس ركز على الحاجه اللي هم طالبينها. لان الشخص اللي انا بجيبيه اللي جايب من كل فيلم اغنيه ده يعني ده بالنسبه لي بحس ان هو شخص مشتت، شخص مش عارف هو بيعمل ايه، الا اللهم الا لو هو رابط الحاجات دي بمشن معينه او بما يسمى حاجه اسمها الكارير بورتفوليو. لو هو عنده كارير بورتفوليو واضح، ففي الحاله دي انا ببقى خلاص يعني فاهم هو رابط الحاجات دي ازاي ببعض عشان في الاخر وصلت للنتيجه. طيب عندي اخر سؤال، وده سؤال مهم جدا. ايه اهم المواقع اللي بينزل عليها منح واللي الطلبه او الخارجين يتابعوها؟ لو حاجات جلوبال مش حاجات هو يعني طبعا هو حاليا اهم موقع عربي هو موقع فرصه، الموقع الاردني، لان طبعا مرجع كان موجود زمان. في موقع فرصه، في مواقع كتير جدا، بس انا وجهة نظري بصراحه دلوقتي ان انت تتابع الحاجات على السوشيال ميديا. تمام. زي ايه؟ يعني مثلا هقول شويه اكونتات على انستجرام كده ممكن الناس تتابعها. تمام. لان الميزه انك انت يعني انت صعب تخش على يعني مثلا مش تخش على الموقع كل شويه تقعد تخش على الموقع بالزبط. تشوف هم نزلوا ايه النهارده بالظبط. تمام. لكن انت تابع على السوشيال ميديا. انا اقول لك انا بعمل ايه. انا على انستجرام انا بلاقي كل الفرص موجوده على الانستجرام على شويه اكونتات كده انا بتابعها. في موقع اسمه يوث هاب. تمام. في موقع اسمه opportunities for African. في موقع اسمه opportunities corner. في موقع اسمه opportunities for youth. في وهكذا. يعني انت كده لو عملت فولو الخمس حاجات تلاقي انستجرام بيقول لك ايه اللي هم السيميلر. الالجوريزم بقى بيبدا بالظبط. الله يفتح عليك الالجوريزم هو هيشتغل لوحده. تمام. فزي ما انا قلت 5 اهم. تمام. يعني عندك فرصه ده عربي، وعندك opportunities for Africans, opportunities hub, opportunities for youth, opportunities corner. تمام. اي حاجه تلاقي كتبت كلمه opportunities يعني او كلمه scholarships، في حاجه اسمها scholarships for you وهكذا يعني. تمام. دول تتابعهم. تمام. بيعملوا ايه؟ هم بينزلوا ويقول لك اللينك في الستوري، بتخش بقى على انت مثلا تخش الستوري بتاعتهم كده بال17 فرصه كده كل يوم اكنك بتقلب في الستوريز، وخش افتح اللينك. تمام. وخزنه عندك. تمام. اعملوا بوك مارك بالظبط. اعملوا بوك مارك بقى واقعد تتابعهم. فاهم قصدي؟ انا بخش اقرا الحاجات لقيتها مناسبه بالنسبه لي هقدم بقى. انا عندي حاجه اسمها مايكروسوفت تو دو. تمام. فبحطها في التو دو، بحط الديدلاين عشان ممكن الديدلاين مثلا يكون بعد شهر ولا حاجه، بحط الديدلاين بدري شويه عن الديدلاين اللي هو ده، بس بحطها. فانا عندي لسته بالحاجات اللي عايز اقدم عليها، بخش افتح لقيتها مناسبه بالنسبه لي بحطها. باجي انا بقى مثلا اعمل مثلا ايه الويك اند، مثلا ممكن اقعد ويك اند كده في البيت، اقفل الاوضه عليا حرفيا، وانا مثلا اقعد بال10 ساعات اضرب 15 ابلكيشن ولا حاجه. خمارك انا طبعا بقدر اقدم على 15 ابلكيشن مثلا في 10 ساعات ولا حاجه، علشان انا اوريدي طبعا عندي خبره كبيره في التقديم. ممكن ده في الحد مثلا في الاول هياخد وقت اطول في الموضوع الابلكيشن، بس انا طبعا السي في جاهز، الايلتس موجود، عامل بورتفوليو كامل. فانا ممكن مثلا يعني ممكن اقدم مثلا في الشهر مثلا على 50-60 حاجه مثلا. ده عدد كبير. انا عدد كبير. ممكن مثلا كل اسبوع باخد يوم، دايما بيكون يوم السبت غالبا يعني. ويك اند كده بقعد يوم السبت مثلا. يوم السبت ده انا ببقى غالبا يعني مفرغه للتقديم. بقعد املى ابلكيشنز كتير جدا يعني، ابلكيشنز كتير سواء بقى لجرانتس ولا لمنح مش عارف ايه. انا شخص بيقعد يملى ابلكيشنز كتير قوي يعني. دي شو بقى انت بروبوزال كتير، فانت وانا قلت لك ان تقريبا 80% منهم ما بيتقبلوش يعني 80%، بس ال 20% اللي بيجوا مخليني مشغول تماما يعني بالزبط. يعني انت شفت انا كنت لسه جاي من اوزبكستان، قبليها كنت في جده، قبليها كنت في قطر، قبليها في الامارات، قبليها في لندن، وبعد كده رحت كامبريدج اوكسفورد، بعد كده رحت المانيا، البانيا، يعني سويسرا، جنيفا، فرنسا يعني. ده بس ايه الحاجات اللي اتقبلت. انا بتوه لما بدوخ لما دي بس دي الحاجات اللي اتقبلت. فاهم قصدي؟ من حاجات كتير انت قدمت فيها، فبقول الحمد لله ربنا بيحب ده. الحاجات اللي اتقبلت هنروح فين؟ لدرجه بقى طبعا حاليا دلوقتي في حاجات انا بعتذر عنها طبعا. يعني في حاجات بتجيب بقى الوقت داخل يعني. الوقت بقى داخل مع بعض. اوكي. في حاجه برشح ناس فيها بقى. الحمد لله دلوقتي بقيت ببعت لهم مثلا كويسة. هل ممكن ارشح حد مكاني، وساعتهم ساعات بيوافقوا يعني، برشح حد تاني مكاني والدنيا بتمشي. دي حاجه كويسه. طبعا يعني بجد 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 انا مبسوط جدا ان احنا عرفنا نعمل الحلقه الجميله دي، لانك بصراحه يا عمرو يعني ما شاء الله كوكتيل خبرات. يا صاحبي والله احنا ربنا ساترنا. الله يخليك والله، انت حد ما شاء الله عليك يعني، ربنا ينفع بيك ويزيدك علم.
ودايما مؤمن بالعلم اللي انت بتنشره من خلال قناة سفير المنح، من خلال المنصات التواصل الاجتماعي، التريننجز اللي انت دايما بشوفك، حتى مش بس انت بتلف بره مصر، كمان ساعات بشوفك في سوهاج وفي اسيوط وفي اسكندرية وفي الشرقية. دي حاجة لانك انت، انا شايف ان انت ممكن تبقى فرصة ان انت غيرت حياة حد بفيديو، بكونتنت، بمعلومة. فانا مبسوط جدا طبعا ان انت كنت معانا النهارده، لانك كلمتنا عن موضوعات كتير جدا. كلمتنا عن ايه الاهم الاخطاء اللي الناس بتقع فيها في المنح، وكلمتنا طبعا عن رحلتك، وكلمتنا عن ازاي الناس تلاقي ممكن منح في المجال بتاعها، وكلمتنا كمان عن بعض الحاجات اللي انا بعتبر من حد فاهم. انا بس عايز اقول كلمه اخيره، لو فضل. في مساحه لكلمه اخيره صغيره جدا يعني طبعا وكده. طبعا. الا وهي ان الناس يعني يقول لك ايه، كان في مقوله بتقول لك ايه، حتميه السعي تقضي حتميه الوصول. صح. دي صحيحه بنسبه 90%، بس في مقوله تانية اصح منها بنسبه 100%، هو عدم السعي يعني حتميه الفشل. يعني انت ممكن فعلا تسعى وما توصلش، بس طبعا جزائك في الاخره ان شاء الله. يعني صح. انت كل جزاء انت بتعمله او كل سعي انت بتعمله، يعني لو ما مش مكتوب لك في الدنيا يكون مكتوب لك في الاخره. صح. تمام. لكن انت لو ما عملتش حاجه النتيجه هتكون زيرو. يعني انت ممكن تتحرك وما توصلش، ممكن تقدم على منحه وتترفض، صح. لكن انت لو ما قدمتش مش هتوصل. مش هتوصل اصلا. مش هتوصل، فاهم؟ يعني في مقوله دايما كنت بحب اقولها كده، ان في بعض المواقف ننجح وفي الاخرى نتعلم. صح. فمهم جدا انك انت تاخد خطوات. اخر حاجه بقى عايز اقولها كده، في نظريه اسمها نظريه البقره. اوكي. دي نظريه انا مؤمن بيها بشده جدا. اوكي. انا متاكد يا محمد ان انت لو مش شخص فيجيتيريان او فيجن، فانت اكلت بقره في يوم من الايام. انت لو بتاكل مثلا خلينا نقول نص كيلو لحمه في الاسبوع، يعني 2 كيلو لحمه في الشهر، يعني 24 كيلو لحمه في السنه، يعني في 10 سنين كلت 240 كيلو لحمه. بالظبط. تمام. يعني تقريبا بقره او اكتر. بالزبط. يعني بالزبط. تمام. انا نفس الفكره. انت عندك زي قلت لك بس هتشوف انك اتعرفت على دكتور احمد نجيب في 2017، قدمت عليه في 2024. صح. ف اليوتيوب شانل بتاعتي بداتها في 2016 لحد 2020 5000 سبسكرايبر. تمام. من 2020 ل 2021 وصلت ل 100000 سبسكرايبر عشان كورونا واللي حصل. فقصدي ايه؟ قصدي ان الموضوع بياخد وقت. الناس للاسف مستعجله استعجال شديد جدا 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 جدا. صح. وقسم الموضوع زي ما قلنا نظريه البقره كده لخطوات صغيره. محتاج دريم بيج بت اكت سمول. اوكي. الحاجات الصغيره دي ممكن تكون حضور ايفنت لايديو فيجن او رايز اب او تكني سومت، ممكن تكون ان انا راح اخد كورس وافضل مستمر فيه 12 ليفل، ان انا اتفرج. يعني دايما بيشوف كده كورسات على اليوتيوب، الكورس مثلا على اليوتيوب مثلا 60 محاضره، اول محاضره 10 مليون متفرجين، تخش على اخر محاضره 19000. والله في كورس انا شفت كده 10 مليون في اول محاضره، المحاضره 60 9000. صح. فانت متخيل يعني التطور ده حصل يعني كل ازاي؟ ده الناس عماله تقل. تاني محاضره 10 مليون، تاني محاضره 4 مليون الناس. ونختم بمقوله الدكتور احمد خالد توفيق، النجاح موقوف او موجود لاصحاب الانفس الطويله. لاصحاب الانفس الطويله. انا بشكرك طبعا تاني يا عمرو على النصايح كمان اللي انت ختمت بيها اللقاء، وما شاء الله عليك. يعني انا شايف ان كل جمله من اللي انت قلتها دي محتاج اصلا يتعمل لها موضوع. متهيألي الحلقه دي احنا محتاجين نعمل منها كذا جزء نتكلم فيها ان ديتيلز، لان طبعا ما شاء الله كم المعلومات وكم الخبره اللي عندك دي حاجه قويه جدا. وكل اللي انت اتكلمت عنه ده انا شايف ان ده ان شاء الله يكون في ميزان حسناتك ان شاء الله. وفي نفس الوقت كل الناس اللي بتتابعك، وبنصح الناس طبعا كلها تتابع قناه سفير المنح، تابع عمرو طبعا رمضان. يعني ان شاء الله ربنا يستر. هتنهجوا وانتوا بتتفرجوا على الستوري بتاعته. ما شاء الله كل يوم في دوله، ربنا يا رب يحفظه ويوفقه. وبشكرك طبعا ان انت كنت معانا في بودكاست نواه. شكرا ليك على دعوتك الكريمه، وان شاء الله نكون في شراكات اكتر واكتر باذن الله. وان شاء الله طبعا دايما نفضل مع بعض كده، ويفضل لينا اثر مستمر. ولو عندكم اي استفسارات بخصوص الموضوع بتاعنا بكتبوا لنا في التعليقات. ولو شايف ان الحلقه مفيده او هتنفع حد ممكن تعمل لها لايك وشير وسبسكرايب. ولو شايف ان احنا بنقدم محتوى بيناسبك او بيناسب الناس تقدر تعمل لنا فولو، لان ده هيفرق معانا جدا. وبنشكركم طبعا على المتابعه. مهم جدا 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 لإيد محاربتك للمحتوى التافه بدعمك للمحتوى الهادف. شكرا ليكم وشكرا ليك يا عمرو. شكرا جدا ليك. شكرا ليك يا فندم.